كان يا مكان يا سعد يا إكرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جايبالكوا النهاردة انمي جامد من الآخر، يعني كله قصار، يعني مش هتمل ولا ثانية وانت بتتفرج على الملخص. بس اوعى جمدان الملخص ينسيك تصلي على النبي وتحط لايك واشتراك للقناة. ويلا بينا نبدأ الحدوت. بيبدأ الانمي من قبل 10 سنين بجندي ماشي في المدينة، بينادي عليه القائد بتاعه وبيقول له تعالى هنا ساعدني. بيتفاجئ طبعا الجندي لما يشوف كمية الجثث دي كلها بيتخض. بيقول للقائد كل ده حصل في لحظة واحدة من قبل 7 أشخاص فقط، اسمهم الخطايا السبعة المميتة. طبعا لو سمعت الاسم ده في أي مكان اهرب فورا. بتنتقل بقى بينا الأحداث بعد 10 سنين في حانة صغيرة فيها طفل صغير بيكون بيقدم المشروب وبيكون في نفس الوقت صاحب الحانة، لكن لما بيقدم ليهم الأكل كلهم بيرجعوا الأكل بيقولوا إن هو سيء جدا. بينادي الطفل في اللحظة ديت على خنزير صغير عشان ينضف باقي الأكل. طلع كمان الخنزير بيتكلم وبيتصدم كل الموجودين منه. بيسمعهم صاحب الحانة وهم بيتكلموا عن الخطايا السبعة وبيسألهم عليهم، بيقولوا لهم إنهم أقوياء جدا وقبل 10 سنين قتلوا كل فرسان المقدسين وأخطرهم هو القائد بتاعهم مليودس، وبيقولوا طبعا كلهم أكيد ماتوا. وفجأة بيدخل عليهم راجل بيقول لهم في فرد من الخطايا السبعة بره وهو رجل حديدي. طبعا أول ما بيظهر راجل حديدي كل اللي في الحانه بيخافوا وبيطلعوا يجروا، ما عدا طبعا صاحب الحانه بيروح عليه وبيساله انت مين وعايز مني ايه. وفجاه بيقع راجل حديدي على الارض وبيتخلع الضلع بتاعه وبيتفاجئ انها بنت جامده فورتيكا ومغمى عليها. بياخدها ويعالجها ويجيب لها اكل، وطبعا الاكل بيكون وحش جدا بس البنت من كتر الجوع بتاكله وبتشكره عليه وبتقول له انت اول حد تعمل معايا كده، وبتقعد تعيط. سالها الواد هنا بيقول لها انت مين وايه حكايتك بقى وايه اللي لبسك كده. بتقول له انا بدور على الخطايا السبعه، ولسه هتكمل كلامها الباب بيخبط وبيطلعوا فرسان بيدوروا على الفارس الحديدي. وبيطلع طبعا صاحب الحانه وبيلبس هوك الدرع بتاعها على اساس ان هو راجل حديدي، بس طبعا الخدعه دي ما بتاكلش معاهم. وفجاه هما بيتكلموا بيشوفوا البت بتهرب على الغابه، بيجي وراها على اساس ان هي فرد من الخطايا السبعه. فجاه بيجي وراهم هوك وبيضربهم كلهم يوقعهم، حتى اخر واحد بيوقعهم من فوق المنحدر. يقول له ايوه انا كده جامد. ينقذ صاحب الحانه البت طبعا وبيسالها انت بتدوري على الخطايا السبعه ليه؟ تقول له من شهر هجموا الفرسان المقدسين على الملك وحبسوه ومحدش هيقدر يقف قدامهم غير الخطايا. فبيقول لها بس الناس بيقولوا عليهم اشرار ممكن يموتوكي. قالت له استحاله يكونوا كده، ابويا حكى لي عنهم كتير واكيد هم مظلومين في الحكايه ديت. فجأة بيظهر فارس سحر وبيقطع المكان اللي هم فيه بسيفه، بيقول تم التأكيد موت 3 ومنهم فارس الحديدي. بس صاحبنا الجامد بينقذهم وهو طالع في السكة بيلاقي معاه فارس اللي هو وقع أول مرة. بيبص عليهم الفارس المقدس بيقول بقى مين فيهم فارس الحديدي. فبيلاحظ الحالة بتاع البت وبيعرف إنها الأميرة. بيقول ده يوم سعدي أنت مطلوبة حية بس جهزي عشان هتموتي. بيهجم عليها فجأة بيلحقها صاحبنا. بتروح البت تسلم نفسها عشان تحميه، بس هو طبعا صاحبنا بينقذها. وقالت له أنا خرجت من القصر عشان أدور على الخطايا السبع ولبست درع تقيل جدا وتعبت جدا ومحدش ساعدني غيرك أنت ولا اهتم بيا، والاهتمام طبعا ما بيطلبش. مستحيل اعرضك للاذى بسبب انا حتى ما اعرفش اسمك ايه. قال لها مريودس. وهنا طبعا كانت الصدمه للجميع والبنت طبعا بتقول مستحيل يكون ده بجد. وهنا بيفوق الفارس اللي هو انقذه بيقول ما حدش يعصبه وابعدوا عنه بسرعه، ده اخطر واحد فيهم، ده القائد بتاعهم انا شفت رمز بعيني. بس بعد ايه بيضربهم كلهم ضربه قويه جدا. بيتخض لما الضربه تترد ليه بيقول ازاي ده حصل، وبيركز كده بيقول ازاي بعد ده كله انت ما اتغيرتش من 10 سنين. بيقول له اخيرا عرفتني. ضربه ضربه القاضيه بقى ومطيره بعيد عنه خالص. ايه الحلاوه الجمدان ده يا ابني. خطيئة الغضب مريودس قائد بتاعنا قائد الخطايا السبع تم التأكيد بوجوده. تاني يوم بتكون قاعدة زابيل فرحانة طبعا ان هي لقت حد من الخطايا اخيرا. تفتكر لما كانت قاعدة مع والدها وهجموا عليه الفرسان وابوها قال لها اهربي بسرعة ودوري انت على الخطايا السبع. وبتفوق بقى هنا على صوت مريودس وهو بينادي عليها عشان عايزها تحت، جايب ليها لبس. طبعا هو مش لبس قوي يعني في نفس الوقت. انتوا طبعا لو هتركزوا مع مريودس هتعرفوا ان هو منحرف وبتاع نسوان، بس ملناش دعوه. بياخدها وبيروح على مدينه بيرنا. المدينه دي بتكون مشهوره بالمشروب بتاعها بسبب الميه بتاعتها العذبه ونمو الاعشاب اللي بيطلع منها المشروب دوت على ضفاف النهر. بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا النهر جف. بيسالوا طبعا الناس ايه اللي حصل. بيقولوا له ان في فارس مقدس المشروب بتاعنا مش عجبه فحب يعاقبنا فحط السيف بتاعه عشان يمنع تدفق الميه. بيحاولوا طبعا اهل القريه كلهم جاهدين تحريك السيف بكل الطرق بس ولا حياه ان من تنادي. بيظهر طفل صغير بيكون هو السبب ان هو ضايق الفارس وكل اهل القريه بيكونوا متضايقين منه وعمال يضربوه. فبياخدوا مريوتس ويطلع يجري بيه وبيعملوا له اكل طبعا بس الاكل بيكون وحش جدا. كل ايزابيث بتتكلم مع العمده وبتعرف منه ايه اللي حصل. وهنا بتيجي ايزابيث وبتساله على اهله. بيقول لها انا كنت عايش مع ابويا وامي كنا مبسوطين جدا بس بسبب هجوم الوحوش علينا ابويا وامي ماتوا. اهل القريه هم اللي ربوني وعاملوني احسن معامله بس برضه فضلت حاسس بالنقص لان حاسس ان انا ماليش اهل ماليش اب ولا ام. فكنت بحب دايما اشاكس اهل القريه عشان تركز معايا اكتر. بيقولوا له عشان كده حطيت الحشره اللي فارس. قال لهم لا طبعا انا عملت كده عشان خاطر لما لقيتهم عمال يتريق على المشروب بتاعهم وحبيت ان انا اضايقه زي ما هو بيضايقهم. فجاه بيسمعوا صوت عالي جاي من عند اهل القريه. بيكونوا في جندين بعتهم الفارس المقدس عشان خاطر يقول لهم لو ما طلعوش السيف قبل المغرب هيزود عليهم الضرايب او هيقتلهم كلهم على حسب مزاجه بقى وقتها. عصب ميدو جدا وبيطلع يجري على السيف عشان يحاول يطلعه. بيفضل يتريقوا عليه الجنود وبيقولوا على اهل القريه ان هم مهما يعملوا مش عارفوا يطلعوا السيف. فبتتحمس بقى كل اهل القريه وبتحاول تطلع السيف مع ميدو بس طبعا بيفشلوا. بيجي صاحبنا هنا من يودس بقى وبيطلع السيف بكل سهوله بدراع واحد بس.
طبعا بيصطدم اهل القريه، بس اول ما بيشوفوا الانهار بيفرحوا جدا والصدمه بتروح من على وشهم وبيروحوا يحتفلوا مع مريودس. بنروح بقى عند الفارس والجنود بتحكي له اللي حصل بالظبط، بيقول لهم قولوا لي بالظبط على اتجاه المدينه، وبيحدف عليهم رمح بكل قوته. بالمناسبه الفارس ده اسمه غل. ميريوتس هنا بقى بيحس بالرمح بيطلع يستناه بره. بتكون اليزابيث قاعده سرحانه في الذكريات زمان وزعلانه، وميريوتس بيحاول يطمنها، هو اصلا مش مركز معاها، هو مركز مع الرمح، واول ما بيشوفه بيحاول يمسكه ويوقفه بكل قوته، بيلف وشه كده لحد ما بياخد في وشه كام بيت، لحد ما بيقدر يمسكه ويوقفه بيرجعه تاني لغل. طبعا غل بيحس بيه وفعلا بيوصل وبيهد المبنى بتاعه وبيعور غل في وشه. وهنا بقى غل بيتاكد ان ميريوتس لسه عايش. بيكون ميريوتس بقى بيجهز نفسه عشان يمشي عشان خاطر ما يأذيش حد من اهل القريه، وبيروحوا جزيره الاحلام لانه بيكون شاكك ان حد من فريقه هناك. وبيجي تاني يوم وغل بيدور عليه بيلاقيه مشي، بيسأل اهل القريه على مكانه بيقولوا ان هو راح جزيره الاحلام، فبيقرر يروح وراه ويقتله. وفي نفس الوقت بيكون ميريودس واللي معاه وصلوا الغابة وبيلاقوا ضباب جامد جدا، وميريودس بيعلم إليزابيث عشان خاطر لو حصل أي حاجة يعرفها، وبيسمعوا صوت بيقول لهم اطلعوا بره الغابة. وفجأة بيظهر من هوك كتير شبهه وبيضربهم كلهم ميريودس ومن ضمنهم هوك طبعا. وبعدها على طول بيظهر كتير من إليزابيث، وطبعا عشان ميريودس معلم عليها بيعرفها على طول، بتظهر وحوش على حقيقتها وبتهرب، وهم بيروحوا وراهم وبيروحوا على بنته بيقولوا لها في فارس سحر قدر يهزمنا. فبتصحى البنت وبتمسك ميريودس ولسه هتضربه، فبتحضنه وبتبوسه، وبنعرف انها عضو في الخطايا السبع وهي خطيئة الثعبان ديانا. وبعد كده بتفضل تضرب فيه عشان خاطر عرفت ان هو بيسافر مع إليزابيث لوحدهم، وهي طبعا بتكون غيرانة عليه. ولكن فجأة رعد بيظهر من السما وبيربطهم كلهم ومحدش بيقدر فيهم يفك نفسه، وبيظهر غل اللي جاي يقتلهم اصلا. وهنا بتعرفوا اليزابيث ان هو غل صديقها من الطفوله وبتحاول تقنعه انه مش يقتلهم، بس غل الغضب كان مليه عشان هو ابن القائد المقدس الاعظم اللي الخطيه اصلا متهمين بقتله. وبيحرر اليزابيث وبيقول لها امشي انتي، بس هي بتيجي تقف قدامهم وبتحاول تقنعه انه مش يقتلهم، بس هو بيشوف هوك تحت بيتألم فبيشوطه برجله وبتجري عليه اليزابيث. وهنا مريضس بيفك نفسه بكل سهوله بيقول لديانا ما تتدخليش في القتال، وبيبداوا الحرب وبيكون غل هو المتفوق على ميريودس. وميريودس كل اللي بيحاول يتفادى ضربات غل لحد ما بيقع على الارض، وبيجي يقوم بيلاقي غل وراه بيضربه ضربه توقعه سايح في دمه. هو بيقول له دلوقتي انا اقوى منكم كلكم. وبيساله هنا ميريودس عن باقي الخطايا وبيقول له على مكان 2 منهم على اساس ان هو اخر امنيه ليه. وهنا بيتحول ميريودس بيقول له انا كده اخدت اللي عايزه يلا سلام بقى. وهنا بيتعصب غل بيفضل يهجم عليه، بس ميريودس بيتفادى هجماته بكل بساطه لحد ما جه عند ديانا وقالت له مش القائد قال لك باي باي يلا باي باي. وفعلا ميريودس بيديله التحيه باي 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 باي. وبيبداوا يتحركوا عشان يدوروا على باقي الخطايا هو بان وكينج. وهم ماشيين اليزابيث بتعترض وبتقول له لازم نطمن الاول على جروحك قبل ما نكمل. بيعترض وبيقول لها انا كويس وهدخل دلوقتي ارتاح في اوضتي. بتروح وراه لانها بتكون قلقانه عليه، بتدخل عليه الاوضه بتلاقيه مغمى عليه فبتتخض عليه بتكون مش عارفه تعمل ايه. وفي الناحيه التانية في السجن بيكونوا الفرسان عارفين انهم جايين عشان يحرروا بان وبيجهزوا نفسهم كويس جدا. وبنرجع تاني لميريودس وديانا بتجري بيه علشان تلاقي دكتور، كل اللي بتشوفه بيتخض من حجمها وبيهرب منها فورا. فبيحاول هوك واليزابيث يقنعوها تقعد مكانها وهم هيدوروا على دكتور وهيجوا. تقتنع ديانا وبتفضل قاعده مكانها. في واحده من الفرسان كانت بتراقبهم وجايه تهجم عليهم في الوقت ده. ونرجع لميريودس بعد ما اليزابيث قدرت تلاقي الدكتور ويديله العلاج، واليزابيث بتكون زعلانه جدا عليه هي وديانا. وهنا بتقرر ديانا تروح تحرر بان لوحدها وبتجري وراها اليزابيث عشان تمنعها هي وهوك. فبتقول لهم ارجعوا انتوا وخلوا بالكم من ميريودس، انتوا هتقدروا تساعدوه اكتر من. وبتقعد تعيط وبتحكي ليهم اول مره شافت ميريودس لما الجنود فضلوا يتريقوا عليها ويضايقوها كانت هتضربهم لحد ما ظهر ميريودس وسالها لو كانت خايفه منهم ولا لا. حست ان اول مره حد مهتم بيها وحبته. انا عارفه ان مشاعري مستحيله بس كل اللي اقدر اعمله اني احارب عشانه. وبتقول يا ريتني اكون صغيره زيك، وبتسيبهم وبتمشي. بتلاقي مجموعه حشرات بتهجم عليهم والسكان بيكونوا مرعوبين منهم. اليزابيث وهوك بيستخبوا وديانا بتحارب لوحدها وبتقدر تموتهم كلهم. بعد ما تخلص دينا على الحشرات كلها بتروح للسجن لوحدها. واليزابيث بتروح على ميريودس تطمن عليه وتشوف حالته. بيجي الدكتور بيقول لها ان هو مش هيقوم تاني وانه مات لانه اداله سم مخلوط بسم تاني عشان ينهي عليه خالص. بتتصدم وبتتخض اول ما بتسمع صوت جاي من جنبها بيقول له وفرت علينا تعب ومشقه كبيره. وبتتخض اليزابيث لما بتسال مين انت، وبيظهر جنبها مره واحده وبيطلع فارس مقدس جاي يقتله. بنروح للسجن والحراس بتتكلم عن ميريودس اللي جاي يحرر المسجون ده. اول ما بيسمع بان الخبر بيفك نفسه وبيكسر الباب ويقول لهم سمعتكم بتتكلموا عن ميريودس. بيصدموا ان هو قادر يتحرك وبيخافوا. وبتظهر واحده جايه عليهم بعد ما سمعت صوت الدوشه وداخله بكل ثقه والشجاعه بتقول لهم بلغوا الفرسان ان في سجين حاول هرب وانا قتلته. هي الثقه دي اللي جايبانا ورا. وبتهجم عليه بيقول لها تسلم ايدك مش تقولي لي نعيمه بس ايديك تتلف في حرير. ده بيكون خطيئه الثعلب بان. وبنرجع لميريودس والفارس بيحاول ياخد منه السيف بس مش عارف. وبنرجع للماضي لما بان حاول ياخد السيف بالقوه من ميريودس وميريودس اتعصب عليه. وبنرجع للحاضر والفارس حاول ياخده منه تاني بالعافيه.
واخده فعلا المره دي، بس ميليودس قام ومسك السيف وحاول ياخده تاني، بس ميليودس اتحول والمكان حواليه يتحول وعينيه اتغيرت، فالفارس خاف جدا من شكله ونط من الشباك. بتخاف اليزابيث وبتساله لو انت ميليودس ولا لا، بيقول لها ما تخافيش انا ميليودس، وبيسالها ايه اللي حصل، فبتحكي له اللي حصل ان ديانا راحت تحرر البان لوحدها، فبيلبس ميليودس وبيروح على المكان الفارس بعد ما هوك قدر يعرف مكانه عن طريق ريحته. كم انت جامد يا هوك. وهنا ميليودس بقى بيثبته، بيقول له هتقولي مين اللي بعتك تسرق السيف ولا اقتلك هنا. الفارس بيرفع ايده بيستسلم، بس هو كان بيبعت خنجرين لميليودس، طبعا بيقدر ميليودس يصدهم بكل سهوله وشكله غدار الفارس. بيظهر الدكتور وبيقول للفارس انا عملت اللي قلت لي عليه وسممت ميليودس زي ما انت قلت لي، ارجوك حرر بنتي ما تاذيهاش. ومره واحده بيختفي الفارس وبيظهر ورا الدكتور وبيشق جسم الدكتور وبيقول له ما تقلقش عليها تحصلك قريب. ميليودس اول ما شاف اللي حصل خاف على اليزابيث وخدها وجري. كل شويه الفارس يختفي ويظهر ويحارب ميليودس، وهوك بيقول له ده اكيد بيختفي مش بيتنقل لان ريحته دايما موجوده. بيدخل ميليودس بيت مهجور عشان يتاكد من شكوكه وبيعمل فخ على باب الاوضه وبيستنى الفارس يجي، وفعلا بيجي وبيقع في الفخ. وميليودس بيقول له انا كده اتاكدت انت بتختفي مش بتتنقل، انا كده فزت، انا بقى هلعب معاك براحتي بعيد عن اليزابيث. من اول ضربه طياره بره بيته بيساله بيقول له انت مين بقى ومين اللي بعتك هنا، ولسه هيتكلم معاه بتيجي اليزابيث تطمن عليه، فطبعا الفارس بيستغل الفرصه وبيهرب. وبتجري اليزابيث بعدها على الدكتور تطمن عليه، بترجاها بتنقذ بنته، بتفضل تعيط وتقول انا السبب، انا كل ما بقرب من حد باذيه، انا نحس، وتنهار من عياطها على الدكتور بعد ما يموت، بتقول لولا انا جيت هنا ما كانش مات، انا السبب، انا نحس. وبيقول لها ميليودس انت مش نحس ولا حاجه، هما مش هيسيبونا نوصل للملك بسهوله ونحقق غايتنا، هما مش عايزين كده، انا وافقت اساعدك عشان اصرارك تنقذي والدك، وهينقذوا حتى لو فيها موتك. اليزابيث بتصطدم هنا وبتلحق نفسها وبتعتذر منهم. بيتحركوا على السجن وبيلاقوا ديانا في وشهم، بيستغربوا شكلها وبينده عليها ميليودس بتفوق من اللي هي فيه. ومره واحده بتسمع صوت جرس وبتتحول تاني وبتفضل تضرب في ميليودس وعايزه تقتله وتقتل اي حد في وشها. واتضح ان في فارس مدخلها في وهم ومفهمها انها بتحاربه هو، وهي عماله تضرب فيه بغل وما تعرفش انها تضرب ميليودس. وميليودس بيخاف على اليزابيث وهوك بياخدهم يخبيهم في مكان وبيهرب بيهم، وبيلاقي راعي غنم فبياخده معاه. واليزابيث بتهتم بالطفل الصغير، ميليودس بيروح يهدد ديانا، وفجأة بيسمع هو كمان نفس الجرس وبيشوف نفس الفارس على اساس ان هو ديانا، وبتبدأ المعجنة اللي بجد. وبنروح لبان بعد ما عمل الجلاشه مع البت واخد كل هدومها كإهانة ليها وسابها ومشي. وهو بيتمشى بيلاقي الفارس اللي كان سجنه من 5 سنين بيقول له مش هتروح في حته طول ما انا موجود، وبيمسك حديده يحطها في صدر بان، وبان بيجيب دم من بقه وشكله بيودع ولا ايه. ومره واحده بان بيضحك وبيقول له هو ده اخرك. ونرجع تاني لميليودس وديانا والمعجنه اللي ما بينهم، وكل واحد فيهم فاكر انه بيحارب الفارس. تنده عليهم اليزابيث وبيفوقوا وبيقولوا فين الفارس اللي كان هنا، وبيستغربوا. ما بتكملش ثواني وبيضرب الجرس تاني وبيرجعوا يطحنوا في بعض تاني. ولما بيشوفهم بيحاربوا بعض بيخاف الولد الصغير، واليزابيث بتحاول تهديه، فبتظهر فريسة مقدسة وتبعت ليه حشرات عشان تموته، فبتجري عليه اليزابيث وبتضحي بجسمها وبتاخده في حضنها وبتحاول تبعد عنه الحشرات، وبتاخد هي كل الأذى. فبتمشي الحشرات وبيقول لها عايزة تضحي بنفسك عشاني، بس تضحيتك دي من غير فايدة. وهنا الصدمة بتحول الطفل الصغير للفارس الحقير اللي عامل فيهم كل ده. كم انت شرير. مش بس كده، ده بيفضل يضرب في اليزابيث بغير شفقة وهي مستحملة كل ده عشان تاخد الجرس. بيبص على الجرس بتاعه بيلاقيه في بقها ولسه هيموت خالص. بيظهر ميليودس وعينه كلها شر، بيقول لإليزابيث حقك عليا انا هربهولك، وبيفضل يضرب فيه ضربة في التانية في التالتة بيموت، وبيكون انتهى لرحمة الله تعالى ولا تجوز عليه الرحمة. بيقوله ده جزاتك عشان خاطر تضرب حد عزيز عليا. اما بقى فرسة الحشرات فديانا قامت معاها بالواجب والزيادة. اما اليزابيث فخلصانه خالص من كميه الضرب اللي خدتها، وديانا بتروح عليها وبتطمن عليها وبتكون زعلانه عليها لاول مره، وبتقرر تحطها في الشنطه بتاعتها وتروح بيها للدكتور عشان يعالجها. بيروحوا للسجن عشان يحرروا بنت الدكتور وبان، وهم جوه بيرمي عليهم الفارس المكار تعويذه عشان خاطر ما يعرفوش يطلعوا تاني من السجن. وديانا بتعرف توصل لبنت الدكتور وبتحررها، بس البنت بتترعب من شكل ديانا وحجمها وبيغمى عليها، فبتحطها ديانا معاها في الشنطه مع اليزابيث. وبيجي حد من وراهم بيطلع بان، اول ما بيشوفوا القائد بيجروا يسلموا على بعض، بس طبعا بطريقتهم الخاصه دمروا السجن خالص ودمروا معاهم كمان التعويذه. وبعد ما بيحرروا بان بيرجعوا على المدينه عشان يعالجوا اليزابيث. ومفاجأة هنا بقى ان الدكتور لسه عايش. بيسأله ميليودس ده حصل ازاي، بيقوله انا نفسي معرفش، حتى الجرح بتاعي دم ولا كأنه كان امبارح. فبيعزمهم الدكتور على العشاء كهدية انهم رجعوا بنته. بيطلبوا منه بدل العشاء يعالج اليزابيث، واليزابيث بتفوق بتلاقي ديانا جنبها وبتقول لها ان الدكتور لسه عايش وهو اللي عالجها، وعزمهم كمان على العشاء. بتفرح جدا وبتفضل تعيط من الفرحة. وفي العشاء بيعرفوا ميليودس على بان وكلهم بيرحبوا بيه، وبتصدم بان لما بيلاقي هوك بيتكلم.
بيبص في السماء بيلاقي تقاطع شهب وبيفتكر الدكتور جملة بريطانية بتقول حينما يتقاطع الشهب في السماء تكون انذار حرب. تاني يوم بيتجهوا لعاصمة الموتى عشان يدوروا على كينج هناك، وهنعرف ان عاصمة الموتى دي بتفكر بان بذكريات وحشة معاه ايام ما كان اسمه بان الحرامي وكان زهقان من الحياة وكان نفسه في حاجة جديدة، فقرر يسرق كاس الخلود. بس البت القمر دي بتمنعه وبترميه من فوق الشجرة، كل مرة بيطلع فيها بان كانت بترميه تاني من فوق الشجرة. في اخر مره بان بيتعصب وبيقدر يسرق الكاس، بس البنت بتلحقه على اخر لحظه وبتقول له انت متاكد انك انسان عادي؟ ازاي مش بتموت بعد كل الوقعات دي؟ قال لها انا كل مره كنت بقع على حاجه طريه او بتعلق في غصن شجره. فبتعرف ان الشجره مش عايزاه يموت، وبتعرفه ان الكاس ده هو سر حياه الغابه، ولو شرب الكاس الشجر كله هيموت والغابه هتموت. فبيقول لها خلاص مش هشربه. فبتستغرب البنت من رده السريع وبتقول اكيد بيكذب. قرر تقرا افكاره وبتتفاجئ انها فعلا مش هيشرب الكاس. وبيفوق بعدها بان بعد ما وصلوا لعاصمة الموتى عشان يدوروا على كينج. بيروح بان يدور على كينج وهو ماشي بيلاقي طفلة صغيرة بيفتكرها البت بتاعت الغابة، بس مش بتطلع هي. وفي مرة واحدة بيغمى على البت من قلة الأكل. بيحاول يفوقها بس اخوها بيجي وبيفتكروا انه عايز يخطفها، فبيغرز اللي في ايده في صدره. وبتفوق هنا البت بتقوله ده كان بيساعدني وبيحاول يفوقني مش بيأذيني. وهما بيتكلموا بيتغرز رمح في صدر بان وبيجيب دم من بقه. بيظهر طفل صغير فوق الرمح وبيقول له ازيك يا بان، ازيك يا بان، ازيك يا خطيئة الثعلب يا قاتل يا لص. وبيكون متضايق منه جدا وبيسأله بان انت مين وازاي تكلمني كده؟ قال له مش عارفني؟ قال له انا مش ممكن اسامحك على جريمتك وقتلك لحارسة غابة الجنيات. وبيبدأ القتال ما بينهم لحد ما بيجي ميريودس بيقول له مش تقول لي ان انت لقيت كينج؟ بيقول له كينج مين يا عم انت؟ ده مش كينج خالص. وديان راحت تتكلم مع كينج فكينج سابهم ومشي. وبعدها بيروحوا وبان بيعمل لهم شويه اكل، انما ايه ملوك عكس ميريودس خالص. وهوك يا عيني عليه بيقول اخيرا هاكل اكل نضيف. وهم بياكلوا بيسالوا الطفلتين على بوابه الموتى، بيقول لهم هي هنا بس مش اي حد بيعرف يدخلها غير اللي ليه ذكرى ثمينه مع حد ميت. طبعا احنا عارفين مين اللي ليه ذكرى ثمينه. وبيقولوا له الواد اللي ضربك كل يوم كان بيحاول يدخلها بس مش بيعرف. بعدها بيروحوا كلهم عند البوابه وبيفتكر بان البنت وهي بتسأله عايز تسرق كاس الخلود ليه؟ بيقول لها علشان خاطر حياتي ملهاش طعم ولو شربت كاس الخلود ممكن تتغير للأحسن. بيفوق بيلاقي البوابة اتفتحت وبدأت تنقلهم لعاصمة الموتى. بيشوفهم كينج وبيلحق البوابة وبيدخل معاهم. بيدخلوا العاصمة وبان بيشوف إيلاين بيجري عليها وكينج بيلحقه عشان يقتله. طبعا البنت عرفتوا ان اسمها إيلاين. وفي الناحية التانية بتكون في فريسة مقدسة بتسأل عليهم بتحاول تخنق العيال عشان تعرف مكانهم وتعرف انهم في عاصمة الموتى. فبتقرر توقف قلبها عشان تدخل تقتلهم هناك. واول ما بتدخل بيحس بيها ماريودس. وكينج بيلحق بان وبان مش بيكون مركز بيقول له امشي من هنا يا عيل رخم انت، وبيحاول بس مش بيعرف. وكينج بيثبت بان في المخده بتاعته وبان بيتاكد ان هو فعلا كينج. بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ بيقول له من 10 سنين كنت راجع على موطني غابه الجنيات لقيتها كلها متدمره والحارسه بتاعتها مقتوله. انا لما شفتك افتكرتك خالد عادي مش عشان شربت كاس الخلود وقتلت اختي إيلاين. وهنا بيصطدم بان بيقول له إيلاين تبقى اختك؟ بيقول له هتقتلني ازاي وانا خالد؟ قال له مش شرط اموتك، انا هحنطك هنا للابد. وفعلا بيبدأ يحنطه. وبنرجع بالزمن وإيلاين بتقول له يا ريتك كنت جاي عشاني انا يا بان مش عشان خاطر الكاس. سمعها بان وبيقول لها بعد ما شفتك قررت ان اسرقك اصلا من هنا ومش عايز الكاس. بتفرح جدا وبتقول له بس انا ما ينفعش امشي واسيب الغابه. قال لها مش انتي عندك اخ؟ هرجعه للغابه ونطير احنا من هنا. بيقطع كلامه هجوم شيطان بيحرق كل اشجار الغابه وبيدور على الكاس. فبتقدر إيلاين تنقذ الكاس وبتقول له اهرب انت بسرعه يا بان. بيقول لها مش هقدر اسيبك لوحدك بعد ما لقيتك. فبيقرر يهجم على الشيطان ويسرق قلبه على اساس انه موته وكده. بس بتلحقه إيلاين وبتقول له ان الشياطين عندها اكتر من قلب. وهي بتقول له بيضربهم ضربه العصفورين بحجر واحد. وبيقول لها بان هو بيودع يشرب الكاس وهربي من هنا. ما بترضاش وبتشربه هي وبتديهوله في بقه. احنا على طول مضحيين كده والله. اول ما بيشرب بان الكاس بترجع ليه قوته وبيفضل يضرب في الشيطان لحد ما يقضي عليه خالص. وبيروح على إيلاين بيلاقيها خلاص بتودع. بتقول له اوعى تتجوز عليا يا بان هطلع لك عفريتة في منامك وهسود ايامك. وبتموت بعدها على طول. وبنرجع لبان وكينج هو بيتحنط وبيضحك اخر ضحكه في سلام. بنروح لميريدس وبيكون غيلة وصلت ليهم وبيحس بقوتها الجبارة. بيقول له هوك خد إليزابيث واهرب على قد ما تقدر. وبتبدأ المعجنة اللي بجد ميريدس مش قادر عليها. وفجأة بيطير وبيلاقي هوك تحته وبيقول له ابعد اسرع يا بنت شكلها تنفخنا. وبيجري هوك بأسرع ما عنده ولسه ميريدس بيقوم بيلاقي ديانا واقعة فوقه. وبتيجي البت بتقول لهم انتوا تعبتوا ولا ايه؟ انا لسه بلعب معاكم. ديانا اتعصبت وقررت تهجم عليها بغل عشان يحوق في غيلة ولا الهوا. وميريدس نفس الكلام. وبعدين مع البت المستفزة دي بنروح لكينج هو بيقرر يمشي ويسيب بان. وفجأة بيلاقي نور جه لبان وسمع صوت اخته. وهنا إيلاين بتبوس بان والتحنيط اللي عليه بيروح. كينج بيكلمها وهي ولا عايزه تعبره. وبنعرف انها زعلانه منه لانه سابها في الغابه 100 سنه لوحدها وبعدين يرجعوا يقولوا علينا احنا النكديين. بان بيقول لها مش ناوي تظهري ليه؟ قالت له احنا مش بنظهر غير اللي بيحبنا وانما كينج مش بيحبني زيك. إيلاين بتسأل بان انت جيت هنا ليه؟
بيقول لها علشان اقولك اني مستحيل اتجوز غيرك وسيبيني انام بقى في سلام. البنت بتتأثر وتفضل تعيط وتقول بيحبني. وكينج بينهار بيقول لها ازاي، مش هو اللي قتلك؟ قالت له لا، هو اللي عوضني على 100 سنه اللي انت سبتني فيهم لوحدي في اسبوع واحد بس. بان طيب جدا وقلبه كبير، بس انت خلي بالك منه وخليك دايما في ظهره. وبتظهر اليزابيث وهوك من وراه، وهوك يا عيني جاب اخره. بتقول له في فرسه مقدسه هناك بضحكه مستفزه ومحدش قادر عليها. وبنروح لبان بعد ما وصل عندهم وهو عمال يضرب في البيت، والبت تقول له اضربني اكتر ومفيش حاجه بتاثر فيها، وهم يعني اتبهدلوا على الاخر. وبتدخل السيف في رقبة بان، وبيظهر مرة واحدة رمح من جسمه وبيرشق في جسمها ويطيرها. أخيرا حاجة أثرت فيها. بان بيقول لكينج انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له جاي عشان أبقى في ظهرك يا زميلي أنا ورمحي. البت بتقول له تعالى ألعب معاك أنت كمان وأقتلك، وبتهجم عليه بس رمحي بتصدق كل الضربات. وبتقول شكلها تحلو وهجموا انتوا الأربعة عليا. كينج بيقول لها أنا لوحدي كفاية عليكي. ومريدس وبان ما بيصدقوا بيقولوا احنا هنقعد نريح بقى ونتفرج عليكم. البت بتقول له لوحدك مش هستمتع، ولسه بتكمل كلامها بتلاقي الرمح هجم عليها وعورها في وشها. بتتعصب وبتهجم عليه بس كينج واقف مكانه وما اتحركش، كل اللي بيعمله بيحرك الرمح بتاعه بصباعه بس. البت بتجيب اخرها وبتتعصب منه، بتقرر تجمع كل قوتها وتدمرهم كلهم خالص. بس كينج الجامد مستعد لاي حاجه منها، واول ما بيشوف هجومها بيقرر يحول الرمح لقطع صغيره ويدمر هجومها ويروح فوقيها ويدمرها هي كمان. وخلاص هيمشوا، بتظهر تاني من ظهر كينج وبتهجم عليه بس ميليوداس بيلحقه وبيطيرها في السماء وبتختفي من عاصمة الموتى. بيجي الولدين اللي اكلهم بان وبيشكروه على الاكل وبيطلعوا هما كمان من عاصمة الموتى. وبتيجي ايلاين وبتودع بان، وبتلاحظ اليزابيث ان جسمها بدأ يتلاشى وكلهم نفس الكلام وبيطلعوا من عاصمة الموتى. بيلاقوا غلة قدامهم فبيقرر بان ان هو يقتلها، وبيقرر كينج ان هو يحنطها احسن، بس ميليوداس كان ليه رأي تاني خالص. بيرسم على وشها تعابير مضحكة ويربطها في شجرة ويمشي. لو ما عملش كده يبقى مش ميليوداس يا جماعة. بيروحوا يحتفلوا برجوع كينج ليهم، وبيسألهم كينج عن اليزابيث وبتعمل ايه معاهم. بيقولوا له انها الاميره الثالثه للبلاد وجايه تجمعهم بيتصدم كينج وبينحن ليها، والصدمه بتغير طبعا وشه، فبتهديه اليزابيث وبيرجع وشه لطبيعته. وبعدها بتسأله اليزابيث انت قوي كده ازاي؟ بيقول لها عشان انا ملك غابه الجنيات، والسلاح الاسطوري بتاعي هو الاساس قوتي، ولو هم كمان معاهم سلاحاتهم الاسطوريه يقدروا يهزموا غله بكل سهوله. وبيسألهم عن سلاحهم الأسطوري. ديانا بتقول له ضاع مني، وبان بيقول له حد سرقه، أما ميريدس بيقول له أنا بعته. وبيصدم منهم طبعا، كل ما بيتصدم وشه بيتغير زي ما انتوا شايفينه كده. وفي المملكة بيكونوا في أقوى اتنين من الفرسان المقدسين متجمعين الفرسان الصغيرين وبيديلهم نصايح يتعاملوا ازاي مع الأعداء. ده بيكون هندريكسون وده الشرير، والتاني بيكون ديريفاس. بيروح غل وصديقه هاوزر على ديريفاس عشان يسلموا عليه، وبيحكي لهم على اللي حصل وإن كينج اتضم الخطايا وقوتهم بتكبر. بيسأل هاوزر هم أقوياء جامد كده يعني ولا زينا عادي؟ بيقول له أكتر مما تتخيل. عارف مدينة ليونا اللي دمرها هو ميريودس بس لما سيطر عليه الغضب. وبيتصدم وبيقرر يمشي وغل بيقول له على اللي بيحصل، وإن هندريكسون بيجمع شوية مبتدئين تاني ومنعرفش السبب. وبنروح لكينج وهو بيحكي على غيلة إنها لسه مبتدئة وضعيفة خالص. بيتفاجئ الجميع وبيقولوا أمال لو قوية كانت هتعمل فينا يا عم؟ بيقول لهم مش عارف، بس في شوية مبتدئين عمال يظهروا كده وقوتهم جبارة مش عارفين مصدرها منين. بيسأله هوك على فايدة السلاح الأسطوري. بيقول له شايف البحر ده؟ اعتبره قوتك من غير سلاح، بتاخد حبة صغيرين، إنما بالسلاح تقدر تاخد كل ده. بيصدم هوك وبيروح يضرب ميريوداس على غبائه إنه باعه. وبنرجع للمدينة، بتظهر غيلة واخدة الاتنين دول المكان تحت الأرض، وبيظهر هندريكسون وبياخد شوية دم من الشيطان دوت، والشيطان دوت بيكون اللي قتله بان، وبيقول لهم عايزين القوة اشربوا من الكاس ده. وبتفتكر البنت بان لما بهدلها في السجن، وبيفتكر الراجل التاني ميريوداس لما شروحه في الهوا، وبيشربوا بغل. البنت بتقع في الارض والراجل مش بيستحمل بينفجر من قوة الشيطان، والبنت بتتأقلم مع القوة بعد ما بتقع في الارض. بنروح للخطايا وهم رايحين لمدينة بازل عشان سمعوا ان في مطرقة عملاقة ومحدش قادر يرفعها، وطبعا عرفنا السلاح ده بتاع مين. ايوه بتاع ديانا. بيقرروا كلهم يدخلوا المدينة ما عدا اليزابيث وديانا، هيتمشوا في الغابة شوية. وبنرجع لميريدس وهو بيتمشى في المدينة وبيسأل على المطرقة بتاعت ديانا، وراجل عجوز بيقول لهم على مكانها، والراجل ده بيكون اسمه كاين. بس عشان تاخد المطرقة دي لازم تكسب في المسابقة السنوية بتاعتهم. فبيقرروا يدخلوا المسابقة هما التلاتة، وكمان الفارس المقدس هاوزر كمان بيشترك. بيروحوا كلهم على الحلبة، بيقول لهم الحكم الاختبار بدأ، يضربوا بعض على قد ما تقدروا، والتمانية اللي هيفضلوا هم اللي هيتقابلوا في النهائي. وفعلا بتبدأ المطحنة، كله بيضرب في كله. وطبعا صاحبنا يبان ولا مهتم اصلا ان حاسسهم كلهم ضعفاء. وفي بنت شكلها قوية جدا عمالة تضرب بالخمسة والستة في ضربة واحدة وبتلفت الانظار ليها، ومن ضمن اللي ضربتهم ووقعتهم هو كينج، بس حظه انه فضل طاير واتحسب من ضمن الخمسة اللي فاضلين.
وبعد كده بيدخلوا اوضه عشان يعملوا قرعه ويشوفوا مين اللي هيتنافس مع مين. وبان كان نفسه يبقى خصم ميليودس جدا. وبعد كده بيجي الحكم وبيقول لهم النتيجه: الراجل ابو عضلات ده ضد البت المجلبيه، وهاوزر ضد المصارع. وكينج اول ما بيسمع اسم هاوزر بيعرف انه فارس مقدس وبيستغرب وايه اللي خلاه يشترك في مسابقه زي دي. بيروح لبانه بيساله: انت غيرت طبعا اسمنا؟ قال له: اكيد طبعا يا عبيط انت. والمباراه الثالثه هتكون ما بين كاين ضد المسن. بيضحك كينج اول ما بيسمع اسم المسن ده وبيقول: ايه الاسم الغريب ده؟ مين اللي اسمه كده؟ بيروح له بانه بيقول له: اسمك انت يا حبيبي. بيتعصب كينج عليه وعايز يضربه، هما النسايب دايما كده. والمباراه الاخيره بيكون مريودس ضد بان، وحلمهم اتحقق وشكلها نهايه مدينه بازل هي كمان. وهنا هاوزر بياخد باله من تشابه الاسماء اللي ما بينهم وبيروح يسالهم: هو انت فعلا من الخطايا؟ بس بغبائه بيقول: لا طبعا مستحيل يكونوا هما، وبيسيبهم بيمشي. وبتبدا المسابقه وبتكون البت المجلبيه ضد الراجل ابو عضلات، وبيكون الواد ده خطيب فيرونيكا اخت اليزابيث، وكانت موجوده في وسط المسابقه بتدور على اختها. الحكم بيقول للبت الطيبه مسموح بيها بس العبايه لا، ممكن يكون في سلاح تحتها. وبتقلعها. وهنا الصدمه: مش دي اليزابيث؟ هي بقت قويه امتى؟ بس ميريدس بيعرف انها مش اليزابيث، ما هو واخد مقاساتها كويس جدا. وبيبدا القتال والبت عماله تضرب فيه وهو ولا هنا، وكمان فعل قوته وهو الجدار العازل، وفضل يزق في البت لحد ما كان هيوقعها. هاوزر طبعا كان عارفه وعارف ان التقنيه دي مستحيل تتكسر، وان البت كده خلاص خسرت، وان الحل الوحيد ان هو يبطل التقنيه او مده التقنيه تخلص. بس حظها انه فضل يشتم في الخطايا، فهي اتعصبت جدا وضربته ضربه كسرت الحاجز ودخلت فشخته جوه. في صدمه من الجميع، والصدمه الاكبر لما الطاقيه وقعت وطلعت ديانا. هي صغرت كده ازاي؟ بتروح لميريوتس عشان تفرحه بس هو مش بيعرفها، فديانا اتعصبت منه ضربته وسابته ومشيت. وبيسأل فيه ايه ومين دي، وبيشتمه كينج كمان وبيقول له: قد ايه انت غبي، دي ديانا. وبيسيبه يجري وراها، بينادي عليها وبتصدم لما تلاقيه عارفها. بيسألها ايه اللي حصل وفين اليزابيث وليه لابسه لبسها. ديانا بتحكي ليه اللي حصل، وانهم ماشيين في الغابه هجم على اليزابيث فتر العملاق، فراحت ديانا عشان تضربه فبخ في وشها ماده خلتهم هما الاتنين صغيرين. فبتوريه اليزابيث بتقول له هي ما لقتش هدوم على مقاسها فخبتها هنا. وبيجي ميريودس يعتذر لديانا فبتسامحه على طول الحب بقى وسنينه. وبيبدأ القتال التاني، هاوزر ضد المصارع، بس هاوزر اقوى منه بكتير، من اول ضربه بيطيره بره الحلبه. وبيجي القتال التالت، كاين ضد المسن، وكينج بيقول لازم اكسب عشان اهدي المطرقه لديانا يخرب بيت الحب وسنينه. بس المفاجأة ان كينج ضعيف جدا من غير سلاحه وبيخسر بكل سهولة، وبيفضل بان وميريودس يتريقوا عليه ونعم الصحاب. واخيرا وصلنا لاخر مباراة العظمة، بان ضد ميريودس. بان ضد ميريودس وشكلها هتولع. بان بيقول لميريودس كان نفسي الحلبة دي تكون اكبر من كده، بس ميريودس مش بيرد عليه، وبيبقى سرحان في حاجة. وبيقول له: بان انت سرحان في حاجة ولا خايف؟ قال له: لا بس افتكرت حاجة كده يعني. بيقول له: ايه؟ عارفينه؟ ده مرسوم على جسمه اشكال شيطانية وشكل الشيطان اللي جواه هو اللي حرره. وهوب البلد بتصدم من اللي حصل وبيهجم عليهم ميريودس وبيقطع ايد غيلة وبياخد منها السيف بتاعه وبيشاور بس بسيفه كده المكان كله بيتقسم نصين. وجيركو بتصدم من اللي بيحصل وبتطلع تجري على غيلة عشان تعالج ايديها بسرعة. وبان بيحس ان مش ده ميريودس اللي هو بيعرفه، بيروح يتكلم معاه بيشقه هو كمان نصين. شكله مش عارف بانه او اي حد خالص. الغريب بقى ان هو بيدمر كل المكان وبيروح بعد كده يطمن على اليزابيث. وبعد ما بيطمن عليها بيطلع عليه جناح وبيطير بيه على كينج. وهيربرام بيكون بيعذب كينج وخلاص هيخلص عليه. بيهجم عليه ميريودس وبيدمر المكان كله، وبيهجم عليه هيربرام تاني، وهيربرام بيتصدى مرة وميريودس بيتصدى مرة، ومرة ميريودس بيهجم ومرة هيربرام بيهجم، لحد ما بينجح هيربرام ان هو يضرب ميريودس بسيفه بس ولا الهوا. الحاجات السودا اللي على جسم ميريودس بتحميه وبتكبر اكتر على ميريودس وبيطلع عليه جناحين. بيقول له هيربرام: انت عارف انا بقيت قوي كده ازاي؟ انا قوتي متصله ب20 فارس مقدس، وشكلي هحتاج زياده عشان خاطر اقضي عليك خالص. وفعلا هندريكسون بيمد بشويه من قوته. وبعدها هيربرام بيحس بقوه رهيبه جدا في جسمه وبيضرب ميريودس ضربه واحده بس بتدمره خالص. بيقول له: انا كده خلاص محدش هيقدر يقف قدامي تاني، كل اللي عايزه سيفك والاميره وتكون المهمه نجحت. بيجهز عشان خاطر يمشي. وفي الناحيه التانية بتكون ام هوك جابت هدوم لديانا. اول ما بيشوفها هاوزر والعجوز بيصدموا جدا ان الحانه هي ام هوك وضخمه بالمنظر ده. وبان بيكون عالج نفسه وبياخد كينج واليزابيث عشان خاطر يهربوا من المكان. بس بتقول له: انت هتمشي وتسيب ميريودس هنا؟ بيقول لها: مفيش وقت انجزي، لازم نهرب بسرعه. وبتحاول تمنعه ولكن مش بتعرف خالص. وهيربرام بيشوفهم بيهربوا بيقول: اقتل بس ميريودس وبعد كده هروح اخلص عليكم انتوا كمان. ولكن هوب مره واحده بتهجم عليه ديانا بسلاحها الامبراطوري. على ميريودس تطمن عليه وبتكون زعلانه عليه جدا، وبتقول له: هيربرام انت اللي عملت فيه كده؟ قال لها: ايوه وانت كمان هتحصليه قريب. بتتعصب جدا وبتقول له: انت اللي مش هتبقى فيك حته سليمه.
وبتهجم على الارض، وهندريكسون اول ما بيحس بغضبها بيأمر هيربرام ان هو ياخد البنات ويهرب باسرع ما عنده من المكان. وفعلا ديانا بتضرب الارض وبتدمر المكان كله. وهنا بان بيكون عارف ان كل ده هيحصل، عشان كده كان بيهرب من الاول من ديانا مش من هيربرام، وبيقول لهوك عايز تعيش اجري اسرع. ودي بقى قوة ديانا بعد استخدامها سلاحها الامبراطوري. وعند هندريكسون الرابط مع هيربرام بيتقطع وشكله مات هو الفرسان. بعدها بتروح ديانا على بان وبتديهم القائد، وبعد ما بيفوق بيضربوا بان بوكس، بيطيره وبيقولوا احنا كده متعادلين. بتجري عليه اليزابيث وبتبقى مبسوطة جدا ان هو بقى كويس وعايش. وبيظهر جنبهم غيرامور بعد ما حمى نفسه بالحاجز هو وفيرونيكا. بتروح عليه اليزابيث بتقول له ادفن اختي جنب النهر، هي بتحب المكان ده جدا، وانا همشي مع الخطيه وهتصدى الفرسان المقدسين. بيصدم من قوتها في الكلام وبيوافق وبيمشي. وبعدها اليزابيث بتسأل ميريدس عن سيفه، بيقول لها سرقوا الحقير هيربرام. بتقول له ده سيف عزيز عليك جدا. قال لها طول ما انت كويسه وبخير انا اي حاجه تهون عليا. بتتكسف جدا. وبيظهر بعدها الحقير هيبرام ولسه عايش وما ماتش ومعاه السيف، واتضح انه مش سيف عادي، لا ده مفتاح لاحياء قبيله الشياطين اللي قضى قبل كده بان على واحد منهم. وبعدها بيروح هاوزر على المدينه، وبيكون منتشر اشاعه موت فيرونيكا وغيرامور ده يبقى ابن الفارس المقدس ديلوفاس، بيبقى حزين جدا على وفاه ابنه. وبنرجع لميريودس وهو قاعد على جبل وبيقول انا مش هينفع الاستسهال اللي انا بقيت فيه ده، وبيمسك خشبه بيشق بيها الجبل نصين وبيكون غضبان جدا، وبيقول من النهارده لازم ارضعهم بجد، مستحيل اخليهم يخرجوا تاني ابدا. وفي الناحيه التانية بيظهر فرد من الخطايا وبيكون معاه واحد بيعتني بيه اسمه ايلان، وكانوا هما كمان في مدينه بازل ساعه هجوم الفرسان المقدسين. واتصاب الراجل المدرع من الهجوم، والدرع بتاعه بيكون اتخلع منه حته وبتوجعه جدا، وايلان بيحاول يغطوله باي حاجه، وبياخده وبيخبيه في الغابه لحد ما يدوروا على اللزق. وبيكون شكله صاحبه جدا وبيحكي ليه كمان قصص عشان خاطر يسليه. وبعدها بنروح لهبرام والفرسان، وخبر وجود فرد من الخطايا في الغابة وصل ليهم، وبيؤمن بفرقة شريرة جدا بقتله وجلب راسه. وبتزعل جدا جيركو عشان كانت عايزة تروح هي، بس غيرة بتقول لها احنا تعبنا جدا ولازم نرتاح شوية. وفعلا بتروح غيرة تروح لبيتها، وبتقابل اخوها اللي شكلها بتحبه جدا وبقت فرسانة مقدسة اصلا عشانه، وهي معاه بيحدف عليهم اوغاد من بره طوب، وشكلها مش اول مرة يضايقوهم، وبيعملوا كده على طول بيضايق اخوها دايما بسبب ان انتشر اشاعة على ابوهم زمان انه خان الفرسان المقدسين وهرب من الحرب. وبتقعد غيلة مع اخوها وبيعدي اليوم وبتنيمه، وبعدها بتروح للاوغاد دولت وبتقضي عليهم خالص، وبتقول انا عشانك اعمل اي حاجة وقصدها على اخوها. وبنرجع للخطايا بعد ما وصلوا لمدينة جديدة، وبيفرقوا المهمة بينهم. اليزابيث تروح تنشر خبر وجود حانة جديدة في المكان، وبان وكينج ميرودس يتحدوا بعض مين اللي هيستورد غنيمة اكبر للاكل. وفعلا بتنكر اليزابيث وبتروح تحط ورق هي وهوك على الحيطة، وهم هناك بيقابلوا إيلان بيكونوا مستخبين من الفرسان المقدسين اللي بيدوروا عليهم، وبيتعرفوا على بعض وبيسألهم إيلان على لزق ومش بيلاقي معاهم وبيسيبهم بيمشي. وبنرجع لميريدس وبان هما بيتخانقوا مين اللي كسب فيهم، ومرة واحدة بيسمعوا صوت جامد جدا، بيجروا على المكان اللي سمعوا منه الصوت، بيلاقوا جثث كتيرة جدا، وبيلاقي ميريدس واحد فيهم لسه فيه الروح. بيسألوا ايه اللي حصل هنا، بيقول له العملاق المدرع بيتقاتل مع فرقة زئير الفجر. ميريدس بيعرف على طول ان هو فرد من الخطايا وبيجري عليه عشان خاطر ينقذه. بيوصلوا مكانه اول ما بيشوفوا بالصدمة، وميريدس بيقول اللي هيتحرك الاول هو اللي خسران. وفي وسط ثبات من الجميع بيدخل عليهم إيلان وبيتكلم عادي جدا مع المدرع ولا كأن في حاجة اصلا بتحصل. بيتعصب ميريدس وبيزعق عليه، بيتضايق جدا المدرع وبيهجم عليهم وبيبدأ القتال. وميريدس بيهجم على القائد بتاعهم لكن مش بيقدر عليه، وكينج هو كمان بيثبت مكانه، وبان بيروح يهجم على الواحد اللي بيضحك عليه وبيطلع في الاخر وهم. وبيظهر الراجل في وسط الجثث وبيحدف سهم قوي جدا على المدرع، وميريدس بيزعق جدا بيرد على غوثر. ومره واحده ايه ده، إيلان بيمسك السهم بكل سهوله وبيقول لهم في وسط المعركه دي كلها انا كنت واقف مستني السهم ده من بدري. وبيتضح ان إيلان هو غوثر خطيئة الماعز، فرد من الخطايا السبع مش المدرع. بيصدم الجميع وبيقول له ازاي، وفي وسط صدمه من الفرسان مش مصدقين ان غوثة فرد من الخطايا. بيرد عليهم واحد منهم وبيقول لهم بدل قدر يمسك السهم بتاعي وقفه بكل سهوله يبقى فعلا فرد من الخطايا. بيروح بان بيقول له يعني انت الشخص اللي كنت مستخبي جوه الدرع ده كل السنين ده. بيعرفوا على طول غوثر ان هو بان. بعدها بيروح يسلم عليه ميريودس، بس غوثر مش بيعرفه
لان ميلودس مكبرش خالص في السن. وقائد فرقة زئير الفجر بيقول لهم انا مش عايز اقطع عليكم الترحيب، بس انا مش همشي من هنا من غير راس غوصر، يلا بقى عشان اخلص المهمة بتاعتي. بنرجع لغوصر، هو بيسألهم بيقول لهم انتوا عايزين بقى المدرع ولا عايزيني انا؟ بيقولوا له الاوامر اننا نجيب راس المدرع مش راسك انت. بيقول لهم بس كده خدوها اهي، وبيقطع راس المدرع بكل سهولة في وسط صدمة من الجميع. ايه الجبروت ده يا عم الحاج؟ ده مش صاحبك ده ولا ايه؟ ده انت كنت بتدور له على كتب وامير في كل حتة، وكنت مش هتفنى كده وراك. بيروح يديهم الراس وبيقول لهم المعركة دي لو بدأت ما بيننا احنا التلاتة المدينة كلها هتتدمر والناس اللي فيها كمان هيموتوا. خدوا راسه وكأنكم قتلتوني انا. طبعا بيوافق جدا القائد وبياخد راسه وبيمشي. بعد كده الخطايا بيسألوا موتته ليه؟ هو مش كان صاحبك ولا ايه؟ قال لهم مفيش من الكلام ده، وجهزوا بقى عشان خاطر هو لسه ما ماتش اصلا. ومره واحده بيبدا الوحش في التحول، وبيبدا يحكي غوصر ليهم انه من كام سنه وهو ماشي في الغابه قابل الوحش ده، حس منه بطاقتين، طاقه شريره وطاقه لفارس مقدس، بس الطاقه الشريره كانت مسيطره عليه جدا. فانا قررت ان البس الوحش الدرع بتاعي عشان خاطر اختم الطاقه ديت، بس للاسف بسبب الاضرار الكتير اللي اتعرض ليها الدرع الطاقة الشريرة بدأت تخرج تاني، ولازم نقتله ونخلص منه خالص. مرة واحدة بتحول الوحش التحول الكامل بتاعه وبيبدأ يهجم عليهم كلهم، وميريودس وبان بيهجموا عليه بكل قوتهم. بس ميريودس وهو بيهجم عليه بيسمع صوت الفارس اللي جواه بيطلب منه مساعدة، فبيقرر ان هو مش هيقتله لانه بشر زيهم. بس طبعا الكلام ده مش بيعجب عمنا بان، وبيقول له طيبتك الزايدة دي هي اللي هتموتك في يوم من الايام. زعق عليه ميريودس وبيقول له ده بشر زينا وما اقدرش اموته. بيقول له بان انت ما تقدرش تموته بس انا اقدر، وبيخطف قلب الفارس بكل سهولة من جسمه. وبنروح لكاين وهو رايح الحانة، وبيتفاجئ أول ما بيشوف إليزابيث، بيفتكرها حبيبة ميريودس القديمة، وبيبدأ يحكي ليها عنها وإنها شبهها في كل حاجة حتى اسمها، وكان بينادوها ليزا، وإن ميريودس كان بيحبها جدا حتى كل المملكة عشانها، لأنها كانت عدو ليهم في الأول، بس بعد كده انضمت ليهم وحبت ميريودس جدا. والسيف ده هي اللي عملته لميريودس، بس هو كان بيخاف دايما على الناس اللي بيحاربهم، ورفض إن هو يستخدم السيف ده لحسن يأذيهم. بنروح عند الفارس وهو لسه في الوهم اللي عمله ليه غوصر، وبيطلع الفارس المقدس ده ابو غيله، البت ام ضحكه مستفزه فاكرينها، واخر ذكرى معاه ان هو كان بيوصيه على اخوها. وبعد ما بيموت الفارس بيهيج الوحش جدا وبيبدا يهجم عليهم، وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت الوحش، فبتروح تجري عليهم اليزابيث وخدت كمان السيف معاها. ونرجع للوحش تاني ومحدش قادر عليه خالص، وميريوتس برضه مش راضي يحاربه، ولسه بيهجم عليه الوحش بان بياخد الضربه مكانه، وبيروح بان بعد كده يضربه وبيقول له لازم تفوق وتحارب معانا لحسن كلنا هنموت هنا. وبتظهر مره واحده اليزابيث وبتقول له انا عارفه انك دايما بتخاف على اعدائك او الاشرار اللي انت بتحاربهم، وانك رافض تستخدم السيف ده لحسن تاذيهم من غضبك، بس دول اعدائك ولازم نصدهم عن اللي بيعملوه، ولو فاكر ان اذيتهم وردعهم خطيئه انا مستعده اشيلها معاك، بس ما تسيبنيش وتمشي. وبتحدف ليه السيف وبياخده ميريودس، وفي لحظه بيكون عامل من الوحش ده شاورما ومخلص عليه خالص في وسط صدمه من الجميع. وبيطلع جسم غريب كده من الوحش وبيستخدم غسر عليه قوته، وبيعرف ان اللي وراه هو هندريكسون وهو السبب في كل اللي بيحصل وهيحصل. وبيروح يشكر اليزابيث على كلامها وبيقول لها شكرا جدا انك فوقتيني. وبعد ما هزموا الشيطان بيروحوا كالعاده يرحبوا بغوصر وانه رجع ليهم تاني، وبتطلب منه اليزابيث مساعدته في ردع الفرسان، وبيوافق غوصر بس بعد شويه رخامه كده منه. وبعد كده بيروح له ميريدوس وبيساله على اللي حصل له من 10 سنين وازاي يغمى عليه. بيستخدم قوته عليه وبيعرف ان مارلين خطيئة الخنزير هي السبب في اللي حصل له، وبيساله هي عملت كده ليه، بيقول له معرفش. ونروح للمملكه وبيكون هاوزر بيحكي لدروفاس عن الفرسان الجدد اللي عمال يظهروا، وبيتعصب جدا دروفاس وبيقول اكيد هندريكسون هو السبب، وبيقرر يروح يشوفه. وبيروح لغيلا وجيركو وهما عمال يتحاربوا، وبيكون جيركو مش مركزه خالص في القتال، وبتروح تسالها غيلا عن السبب، وبتحكي ليها ان بعد ما هبرام امر فرقه زئير الفجر بقتل غوصر انا قررت اروح وراهم واقتله انا بدلهم، بس اللي قتل الوحش مش فرقه زئير الفجر، دول الخطايا. بتسالها غيلا ايه المشكله، بتقول لها وانا هناك شفت الوحش وكان ليه مصدرين، المصدر الاول الشيطان اللي تحت الارض، والمصدر التاني فارس مقدس زينا. بتصدم غيلا جدا وبتقول لها يعني زينا احنا. بتقول لها جيركو بعد ما الخطايا خلصوا عليه انا رحت على القبر اللي هما دفنوه فيه واخدت دي من رقبته. بتصدم غيلا اول ما بتشوفها لانها السلسله بتاعت ابوها. بنروح لهبرام وهندريكسون بعد ما ركبوا السيف ميريودس في البوابه لاحياء عشيه الشياطين، بس البوابه مش بتتفتح، يا دوبك بتطلع ايديهم بس من البوابه. وبيقول هندريكسون لهبرام احنا محتاجين المفتاح الاخير ضروري في اسرع وقت. بنروح للخطايا وهم رايحين المدينه عشان يرجعوا سيف ميريودس، وبيسالوه عن السبب تمسكه بالسيف ده، وبيحكي ليهم انه من زمان قوي اتجمعت كل العشائر عشان تعمل ختم يختموا قبيله الشياطين فيها، والسيف ده بيكون مفتاح منهم.
بيصدموا وبيقولوا له طب هو عايزه ليه؟ بيقول لهم عايز يعمل حرب مقدسة واحياء قبيلة الشياطين، ودول لو خرجوا يبقى على الدنيا دي السلام خالص. تحس هندريكسون ده عامل زي العيل الصغير المؤذي اللي في الشارع، اللي ماشي شاكس في اي حد في الشارع. بنروح لدروفاس وهو بيتخانق معاه عشان خاطر عارف غلطه، وبيقول له ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انت ناسي اننا فرسان مقدسين وبنحقق العداله؟ بيقول له عداله مين يا عم الحاج؟ صلي على النبي في قلبك بس. انت ناسي انك طلبت مني مساعدتي في قتل اخوك الفارس المقدس الاعظم واتهمت فيها الخطايا؟ يا للهول، يعني ما طلعش الخطايا هم اللي قتلوه ولبسها كمان في الخطايا. واخيرا عرفنا مين اللي قتل الفارس الاعظم، ابو غيل يا ولاد الصيعه. وبتظهر واحده من وراهم بيطلب منها تجيب المفتاح الاخير بسرعه. دولوفاس بيسمع اللي بيحصل وبيقول له هندريكسون انا مش هسمح لك تعمل كده. بيقول له والله انا محتاجك الفتره اللي جايه، هتكون في صفي اهلا وسهلا، مش عايز يبقى خليك تحصل ابنك. بيتعصب جدا من الكلام وبيسيبه وبيمشي. نروح للخطايا وهوك عمال يتلوى من الوجع وشكله عايز يدخل الحمام ضروري. بتروح اليزابيث تشوف ماله، وبتظهر مره واحده الفارسه اللي كان بيكلمها هندريكسون وبتخطفه وبتمشي. بيجري عليها ميريودس عشان خاطر يلحقها ولكن مش بيلحقها. بيتعصب جدا وبيفضل يصرخ جامد قوي باعلى صوته، وبياخد سيف وبيطلع يجري وراهم بس المسافه تكون بعيده جدا. فبيقول لديانا تحدفه باتجاه المدينه، وفعلا بتعمل كده، وبيروح معاه كمان بان وغوصر. وهم طايرين بسرعه الصاروخ بيحس بيهم الفرسان، وبيعرف هندريكسون ان المفتاح الاخير وصل. هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ايه علاقه اليزابيث بيحق بيت الشياطين؟ وبنروح لميريودس وهو وصل وبيهجم على الفرسان، وبيقول للي معاه اهجموا بنية القتل، وشكلها تبقى مجزره ومحدش هيقدر عليهم خالص. ولسه الفرسان ما فاقوش من صدمة الخطايا، بيجيلهم خبر ان في جيش كبير جدا بقيادة قائدهم ارثر واقف قدام البوابة وعايز يهجم على المملكة. الخبطات بتجيلهم ورا بعضها مش لاحقين يفوق يعني منها. في الوقت نفسه بيحس بيهم الخطايا، وبيروح هندريكسون عشان يفهم ايه اللي بيحصل وليه ارثر جاي يحاربهم. وبيتضح ان هو جاي عشان خاطر يرد الجميل للملك، مش اكتر من كده. بيقول له هندريكسون الملك تعبان ومش هيقدر يشوفك. بيقول له ما انا عارف الشخص اللي معايا ده يقدر يرجعه زي الحصان، وبكده اكون رديت الجميل بتاعي. بيقول له هندريكسون جاي ترد الجميل، جاي ترد الجميل بجيش متكون من 100,000 فرد؟ قال له بس كده؟ بيشاور للشخص اللي جنبه وبيختفي كل الجيش. بيقول له سامحني انا ما كنتش هعرف اقابلكم غير بالطريقه دي. بيوافق هندريكسون وبياخده معاه. بنروح لإليزابيث وهي في الزنزانه محبوسه، والساحره بتسيبها وبتمشي، بس لحسن حظها بتكون لقت معاها هوك، وبيكون يعني لسه المغص ماسك في بطنه وبيجري في كل حته من الوجع، وبيكسر الباب ومعاه كمان بيشوط معاه الحارس. وبنرجع للخطايا بيكونوا مش راحمين حد خالص، بس المشكله ان عددهم كبير جدا وهم عايزين يروحوا ينقذوا اليزابيث في اسرع وقت. وهنا بيتدخل غوصر وبيقول لهم سيبوا الجيش ده عليا لوحدي. ايه الثقه الجامده دي يا ولا؟ بيستخدم سحره عليهم وبيلعب في ذكرياتهم، وبيخليهم يفتكروا ان الخطايا اصدقائهم واصحابهم مش اكتر. وبعد كده بيقترح عليهم بان وبيقول لهم ان في الروايات كلها بتكون الاميره موجوده في القلعه، فاحنا لازم نروح ندور عليها هناك. وبيوافق ميريودس وبيروحوا على هناك يدوروا عليها. نروح لهندريكسون بيقول لازم اخلص على ارثر عشان خاطر اكمل اللي بعمله من غير مشاكل، وبيهجم على ارثر وبيطيره، بس ارثر قدر يعوره في وشه، والحراس بيقرروا يساعدوه. بيقول لهم خلوا بالكم بس من اللي وراكم الاول. وهنا ميريودس بيسمع صوت الضربه وبيعرف انها لهندريكسون، وبيقرر يروح يهزمه الاول لان بهزيمته هينتهي كل شيء. وبنرجع تاني لدينا وكينج، وبتكون دينا زعلانه جدا على اليزابيث ونفسها تروح تنقذها بسرعه. وهنا بتيجي الكينج فكره، وبيصفر وبيظهر كلب سحري، وبيقول لها الكلب ده يقدر ينقل اي حد لاي مكان هو عايزه. وديانا بتوافق جدا، ومره واحده الكلب ده بيكبر وبيبدا ياكل ديانا، بس ديانا بتتحشر في بقه ومتبقاش عارفه تطلع من الناحيه التانية. واول ما بتوصل ديانا بيحصل هزه، والفرسان بيحسوا بيها وبيروحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل. بيشوفوا ديانا وبيقرروا يهجموا عليها ويخلصوا منها خالص. وبيبدا يهجم عليها غيل بسحره، وبيأمر دولوفاس هاوزر هو كمان يهجم عليها، بس هاوزر كان متردد جدا ومش عايز يهجم عليها. بس دولوفاس بيزعق فيه وبيقول له انت معانا ولا معاها؟ فبيقرر هاوزر بعد كده ان هو يهجم عليها، وبيقدر بسحره ان هو يطيرها خالص في الهواء. وبيتدخل كمان هيلبرام عشان خاطر يقضوا عليها خالص، وحرفيا ديانا تكون بتفشخ منهم هما التلاتة. بس اكيد ديانا مش هتسكت على اللي بيحصل ليها، وبتستخدم سحرها وبتقدر توقفهم كلهم. وبيشوفوا بقى الخطايا سحرها وبيعرفوا ان هي كمان في المدينه، بيصدموا ان هي وصلت قبلهم ازاي. وهنا غوصر بيقرر يساعدها، وبانا ميريدس يروح لهندريكسون. وبنروح لديانا وهي بتقول لهم انا جايه عشان خاطر اخد اليزابيث وامشي، مش عايزه اذي اي حد. بيستغربوا جدا من كلامها، ودولفاس طبعا مش مصدقها وبيقول لها انتي واليزابيث اصحاب ازاي؟ بتتضايق جدا ديانا وبتهجم عليه بسحرها، بس هو بيقدر يصطاد ليها بكل سهوله بسيفه. ايه القوه الرهيبه دي يا ابني؟ ده كمان بيلغي سحرها بسيفه وبيهجم عليها هو وبيشلوحها خالص، وبيعمل لها خرم كمان في جسمها. بس ديانا بتقرر تقوم تاني عشان خاطر تنقذ صاحبتها، وبتهجم عليه.
وبيضربها ضربة المرة دي بيطيرها بعيد عن المدينة. وغيلة هنا بتصدم ان هو طيارة على مكان بيتها وبتجري عشان تنقذ اخوها، وبيستخدم دولفاس كورة وبيتكلم منها اهل المدينة وبيقول لهم ان الخطايا هجموا على المدينة، بس احنا هنقدر ننقذكم، واللي فيكم يقدر يحارب يشيل سيفه ويحاربهم. اول ما بتسمع الناس كده بتحدف ديانا بالطوب، وديانا بتقوم وبتقول لهم انا مش عايزه اذيكم، انا جايه انقذ صاحبتي وبس. وهي ماشيه بيجري وراها اخو غيل عشان خاطر يسالها هي بتعمل كده ليه، ولسه كان هيقع عليه البيت بتحميه ديانا بجسمها وبتنقذه، وبيجي عليها باقي الفرسان عشان خاطر يخلصوا عليها خالص. بيلاقوا هاوزر سابهم وراح وقف في صفها، وبتروح غيله كمان معاه. بيسالوا دولوفاس انت بتعمل كده ليه؟ بيقول له انا شايف ان الشرير في الحكايه دي كلها هو انتم، مش هي خالص، وانا قررت اساعدها واحميها. وبيقرر يهجم عليهم بكل قوته، وبيخلي كمان غيلة تستخدم كل قوتها وتضيفها للاعصار بتاعه، وبيكون اعصار قوي جدا. وبيظهر مره واحده غيل من وراهم وما كانش جوه الاعصار اصلا، وبيقدر يوقف الاعصار، وبيظهروا بعدها كلهم ومحدش حصل له حاجه خالص غير جيركو، يا عيني اتدمرت خالص. بعدها دولوفاس بيقرر يهجم على غيلة، بس بيظهر مره واحده غوسر وبينقذها، وبيصدموا كلهم لانهم لسه ما يعرفوش. وبنرجع لإليزابيث وهي عماله تنادي على اختها او ابوها، اي حد فيهم يسمعها، وبتسمعها اختها وبتنادي عليها، وبتجري عليها إليزابيث وبتحكي ليها على اللي حصل معاها، وان فيرونيكا ماتت بسببها. بتقول لها اختها بطلي تلومي نفسك على كل حاجه بتحصل. وهما بيتكلموا مره واحده بتظهر الساحره الشريره وبتقول لها انا مش عارفه انت خرجتي ازاي، ولسه هتمسكها بيظهر هوك وبيضربها. واول ما بتشوفه بتعمله تعويذه قويه جدا وبتنقله لمكان تاني غريب، ومن قوه التعويذه إليزابيث بيغمى عليها، وبتشيلها الساحره وبتفتح لاختها وبتقول لها لو مش همك فاهربي من هنا. وبنروح لغسر وهو بيشكر غيلة، وبينزل عشان خاطر يحارب، وبيهجم عليه دولوفاس بكل قوته، وبيعمل له خرم زي بتاع ديانا كده بالظبط بس اكبر شويه. بس غسر مش بيتاثر وبيهجم عليه هو كمان بكل قوته، وبيقدر يدخله في وهم، وبيوريه ذكرياته المؤلمه وقتله لاخوه وحاجات بشعه كتير قوي جدا من ماضيه. وهو بيوريه الذكريات دي بيظهر مره واحده بيظهر غسر معاه جوه الكابوس، ولسه بيكلمه، بيظهر حد من وراه وبيقدر يضربه. وبعدها بيفوق دولوفاس، بس غسر مش بيفوق. وبعد ما بيخرج دولوفاس من الوهم بيبقى متأثر جدا باللي شافه ومش قادر يحارب، وبيجري عليه غيلة عشان خاطر ياخده ويمشي. وهاوزر بيقول مين اللي جه بسرعة ده واتهزم بسرعة. بتقول له غيلة ده بفضله ما بقاش قصادنا غير هيلبرام بس. بيروح عليهم هيلبرام وبينشر عليهم سحره وبيخليهم كلهم يتعبوا جدا ويجيبوا دم من بقهم ومن كل حتة من جسمهم. بس ديانا بتفوق وبتديله بوكس وتوقفه عند حده، وبتقول لهاوزر خد الطفل ده واهربوا من هنا بسرعة، انا مش عايزة حد يتأذي تاني بسببي. زعق فيها هاوزر وبيقول لها لحد امتى هتفضلي تهتمي بالناس على حسابك انتي. ولسه بيتكلم الحقير هيبران بيحدف عليها رمح من الجليد بيخلص عليها، بيبدأ يكون تاني رماح كتيرة عشان خاطر يقضي عليها خالص. وهاوزر وغيلة بيعيني بيبقوا مصدومين مش عارفين يعملوا لها ايه. ومرة واحدة بيتكسر كل التلج وبيظهر كينج وبيقول لهم مين فيكم اللي عمل فيها كده، انتي ولا انت؟ تقول له ما تلمهمش، دول كانوا بيحموني مش اكتر. بيروح على هاوزر وبيضرب ايده في الدرع وبيفضل يقول ما حميتهاش ليه ما حميتهاش ليه، وبيفضل يضرب في ايده لحد ما تجيب دم، وبيمسكها هاوزر. بيفضل كينج يعيط وبيقول انا ليه كل مره باجي متاخر، ليه دايما عاجز عن حمايه الاشخاص اللي بيحبهم. وهنا هيلبران بيتدخل وبيهجم عليه، بس كينج بيقدر يصد ليه وبيهجم عليه تاني، بس على مين؟ كل مره بيهجم عليه كينج بيفشخه فيها. كينج بيقول لهيبرام ارجع بقى لهيئتك الطبيعيه وكفايه تمثيل عشان حتى تعرف تحاربني كويس. وهنا كانت الصدمة، هيربرام أصلا مش من بشر، ده من الجن، وكينج كمان بيبقى عارفه. وهنا كينج بيقول له أنا إزاي ما عرفتكش من أول مرة. هيربرام بيتعصب وبيضربه وبيقول له عشان كل تركيزك مع حبيبتك، ومن كتر ما هي كبيرة مش شايف حد غيرها. كينج بيتضايق جدا من كلامه عليها، بس ما بيلحقش يا عيني وبيلاقي هيلبرام بيهجم على ديانا، بيجري عليها عشان خاطر يلحقها وياخد هو الضرب كله مكانها. بس هيلبرام بيبقى الغل كله مليه وبيفضل يضرب في كينج بكل قوته وبيخلص عليه خالص، وبعد كده بيروح على ديانا عشان يكمل عليها. بس هاوزر بيسد ضربته بسيفه، بس على مين يا حبيبي، ده فرد من الجنيات ولا تعرف تعمل معاه اي حاجه. وبينزل فيها ضرب بالشجر، وحرفيا المدينه بيحصل فيها زلزال من قوه الضرب، والتراب كمان بيملى كل المدينه. ويا عيني عليكي يا ديانا، دي اخرتك يا بنتي. وبيرمي كينج وبيقول له روح بص على حبيبتك بقى بعد ما اتدفنت خلاص في الارض. وهنا ميروداس بيقول لبان برغم ان قوه غوثر وديانا اختفت، بس قوه كينج دخلت في مرحله جديده جدا. وهنا الصدمه، الواد كينج كان كل ده بيستحمل كل الضرب ده والذل ده عشان خاطر يحمي ديانا حبيبته. قد ايه علاقه الحب دي جميله قوي. تعالوا بينا نشوف الحدوته من الاول. وبنرجع بالزمن لسنين طويله جدا، وبنشوف كينج وواحد بيضربه من فوق الجبل وبيوقعه،
وبيفتكروا ان هو كده مات، بس هو كل اللي بيحصل له ان هو بيفقد الذاكره بس. وبتيجي ديانا تنقذه ايام ما كانت كتكوته صغنونه، وبيعيشوا سوا. وكينج كان ما بيحبهاش، بس ديانا كانت بتحبه جدا ومتعلقه بيه. ده حتى في يوم تعبت جدا وفضلت حضناه عشان خايفه ان هو يسيبها ويمشي. وبيجي عليهم راجل من البشر وبيعالج ديانا وبيسيبهم بيمشي. وبعد فتره وهما بيلعبوا هدوم ديانا بتتقطع، وبيعمل ليها كينج هدوم جديده وبتعجبها جدا وبتساله انت اتعلمتها فين. وهنا بتبدأ ذكريات كينج ترجع له، ويفتكر هيبرام، ويفتكر اخته اولاين، وبيفتكر الذكريات مع هيبرام صاحبه انه كان بيحب البشر جدا عكس كينج اللي كان بيخاف منهم جدا. بس هيبرام كان بيشجعه وبيقوله انهم كويسين جدا، وبيخليه يوعده ان هو لو في يوم اتغير عليهم ان هو يقتله فورا. يفتكر كينج كمان البشر واللي عملوه في اصدقائه، وانهم خطفوهم وقطعوا جناحاتهم. ولما حاول كينج يوقفهم البشر الحقير ده ضربه ووقعه من فوق الجبل على اساس ان هو كده مات يعني. ولسه بيفوق من ذكرياته بيسمع صوت سويت ونار طالعه من المدينه اللي جنبهم. بيجري يشوف اللي بيحصل ويسيب ديانا عشان خاطر خايف عليها، بس ديانا كانت حاسه ان هو ماشي ومش راجع تاني. بيطمنها ان هو هيرجع تاني، وبيجري يروح على القريه. بيلاقي كل اللي فيها ماتوا، وبيبص وراه بيلاقي نفس الشخص اللي قتله قبل كده. بيستغرب جدا وبيقول له انت ازاي لسه عايش؟ ده انت عمرك قصير جدا، ده عدى مئات السنين على اخر مره شفتك فيها. بس المفاجاه ان هيبرام صاحبه هو اللي بيظهر بعد كده، وبيساله ازاي انت اللي لسه عايش؟ انا شفت البشر الحقير دوت قدام عيني وهو بيقتلك، عشان كده حاولت ان انا انتقم منه وقتلته، وقتلت كل البشر اللي بشوفهم في حياتي انتقاما لموتك وموت اصدقائي. وهنا كينج بيصدم جدا من صاحب عمره، وبيبدأ يحكي ليه هيلبرام على اللي عمله الحقير البشري في صحابه، وازاي كان بيعذبهم وبياخد جناحاتهم عشان يبيعها بسعر عالي، وانه بعد الحادثة ديت فضل يقتل في اي بشري انتقاما لاصحابه وليه. وهنا كينج بيحتفل على طول بوردة في قلبه، شايف ان هو كده بيوفي بوعده مع صاحبه. وعد ايه يا عم الحاج؟ بيقولك كان بينتقم ليك ولاصحابك، ما علينا. وبيعتذر لهيبرام ان هو سايب كل ده يقاسي لوحده، وانه لازم يكفر عن ذنوبه. ويروح لديانا وبيحتفل هي كمان بوردة تخليها تفقد الذاكرة بتاعتها، وبيروح يسلم نفسه على اساس ان هو اللي بيقتل البشر، وبياخد 1000 سنة سجن. وهو في الطريق بيقابل مريودس وبينضم لفريقه، وبكده يكون خلصت الحدوتة. نرجع بقى للحاضر تاني. وهيلبرام بيتعصب جدا وبيقوله ازاي فيك نفس بعد كل ده؟ ده انا كسرتك خالص. كينج بيقوله انت لسه شفت حاجة؟ بيتعصب هيلبرام جدا وبيأمر كل الفرسان تمدوا بكل طاقتهم. بس على مين يابا؟ ده كان في الاول بس. كينج اتحول خلاص وفضل يضرب فيه لحد ما موته للمرة التانية، وبيروح يعتذر ليه عشان خاطر موته لتاني مرة. يا على الإخلاص يا أخويا. وبيروح يعتذر لديانا عشان سابها تعاني لوحدها وما كانش جنبها. هاوزر بيسألهم عن سبب وجودهم في المدينة، بيقولوا له عشان خاطر يحرروا إليزابيث وهيمشوا على طول. نروح بقى لهندريكسون وهو بيحارب أرثر. تبقى الدنيا ولع عندهم، وكمان بيجي ميرودس يولعها أكتر. وبيسألوا عن إليزابيث، بيقولوا ولا الجن الأزرق هيعرف يجيبها، انساها بقى. وهوب مرة واحدة بتظهر سحابة فوق مريودس وبتنزل منها رعد عليه، وبيظهر بعدها غل، وبيفضل يضرب في مريودس من غير رحمة. وبيجي ارثر عشان خاطر يساعده وبيقول له سيب غل عليا وخليك مع هندريكسون، وبيولع القتال ما بينهم. وحرفيا غل ما كانش سايب فرصه خالص لمريودس ان هو يهزمه، فضل يقتل فيه لحد ما طير سيفه من ايده، ولسه بيهجم عليه بالضربه القاضيه. بتتفعل عند مريودس الهاله الشيطانيه، وبيسد ضربات غل بكل سهوله. وباقي الخطايا اول ما بيشوفوا البرق بيعرفوا ان مريودس هناك. وبنروح لإليزابيث وهي بتفوق في الأوضة المحبوسة فيها اللي فيها الملك. أول ما بيسمع صوتها بينادي عليها، بتجري تحضنه وبتقوله إنها جابت الخطايا معاها عشان تنقذه. ما بتلحقش تفرح، بتدخل عليهم الساحرة الشريرة اللي خطفتها وبتقوله ودعها بقى عشان خاطر مش هتشوفها تاني. وبتعرفها إن مريودس جه عشان خاطر ينقذها بس مش هيلحق لأنهم هيخلصوا عليه. وبنرجع بالزمن لما ميريدس كان بيدرب وغل كان ضعيف جدا وكان بيعيط من اقل حاجه. وهنا ميريدس بيقول له هقولك على تعويذه لو قلتها انا هاجي انقذك من اي حاجه تقابلك، وهي انا اقوى من الخطايا السبع. وبتعرف الساحره ان ميريودس مزنوقه بين غل وهندريكسون، وبيأمرها هندريكسون انها تنضم ليهم عشان يخلصوا منه بسرعه. وفعلا بيبقوا التلاته على ميريودس. مش جدعانه دي يا رجاله. واول ما بتيجي بتستخدم سحرها التلج وبتجمده في مكانه، ولسه بيفكوا يا عيني بيلاقي هندريكسون وراه وبيضربه ضربه تطيره. ولسه بيقوم بيلاقي غل يا دوبك وراه وبيدب فيه، وغل بيهجم عليه بالرعد وبيحاول يعكس الاتجاه بس الساحره الشريره بترجعه ليه تاني. والخطايا السبع بيحسوا باللي بيحصل وبيستغربوا ازاي ميريودس بيعمل كده،
لانه اتضح ان ميريودس بياخد كل الضرب ده بمزاجه. نروح بقى لمارجريت وهي بتطلع فوق القلعه عشان خاطر تنتحر، وبتنادي على غل وبتقول له انا عارفه انك بتحبني وانا كمان، بس مستحيل حبي ليك يبقى سبب في تدميرك، انا هخلصك مني ومن اللعنه دي كمان. وبتنط من فوق القلعه. ونرجع للعركه تاني ونلاقي الفرسان التلاته جمعوا هجوم قوي جدا وبيضربوا بيه ميريودس، ولسه ميريودس هيصد الضربه بيشوف مارجريت وهي بتنتحر، فبيبعت ليها نار من سيفه وبياخد هو الضربة كلها يا عيني، بتدمره حرفيا. وطبعا هندريكسون مش هيضيع الفرصة وبيجري عليه عشان خاطر يخلص عليه خالص. بس هنا كانت المفاجأة، هندريكسون دراعه بيطير وبيتقطع، واتضح ان غل هو كمان اللي قطعه. هو ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه؟ غل بيقول لميريودس ارتاح انت بقى وسيب الباقي عليا، وبيروح ارثر ينقذ مارجريت. وهندريكسون بيكون مصدوم من اللي بيحصل وبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ارجع لعقلك. بيقول له غيل هو ده قمة العقل، انا مش معاكم اصلا من الاول. وهوب دبل كيك بيهجم على هندريكسون وبيشروحه خالص، وبيقول له فين يوجعك. واتضح ان ميريودس لما قابل غيل لاول مرة عرف ان غيل مش في طبيعته وان عليه لعنة، خصوصا بعد ما قال له انا اقوى من الخطايا السبع. الساحرة بتتعصب جدا لانه كشف التعويذة بتاعتها وبتقرر تدمرهم كلهم وبتنقلهم لمكان عشان خاطر تعرف تخلص عليهم فيه. بس بيظهر البطل بتاعنا الجديد عباية ديت وبتنقلها لبق الوحش وبتقلع العباية وبتظهر بقى على حقيقتها. أخطر ساحرة هي عضو في خطايا السبع، خطية الخنزير مارلين. وبنروح لبان هو تحت الأرض وبيكلم السلاح المقدس وبيطلب منه يرجع عليه إيلاين وياخد حياته هو مكانها، بس السلاح مش بيرد عليه، وحاجة تانية بقى اللي بترد عليه. وبيظهر مرة واحدة هوك من فوق السلاح وبيتخض جدا بان وبيحكي ليه اللي حصل هوك، ولسه هيمشي بينور السلاح وبيرد عليه وبيقول له انا عرفت طلبك بس المقابل مش عاجبني، انا عايز روح ماريودس المقابل وهرجع ليك قليل. بان وهوك بيصدموا جدا من اللي قاله. وبنروح لإليزابيث وهي بتحكي للملك على كل اللي حصل وهو بيطمنها وبيقول لها ان في خنزير هيجي ينقذني وهو ده قوة الملك التنبؤ بالمستقبل. نروح بقى لميريودس ومارلين ماسكة الساحرة فين يوجعك عشان تقول لها مكان إليزابيث، وفعلا بتقول لهم وبيروحوا هناك، بس مش بيقدروا يدخلوا عشان الساحرة الشريرة عاملة تعويذة على الأوضة ومحدش غيرها يقدر يدخل أو يطلع. بس على مين يا ماما؟ ده احنا معانا أخطر ساحرة مارلين، بتفك التعويذة بكل سهولة وبتفتح الباب بكل سهولة، جمدان جمدان من الآخر يعني. وهنا حانت اللحظة الرومانسية، إليزابيث بتروح تاخد ميلودس بالأحضان وبتفضل تعيط وبيهديها وبيسلم على الملك واخر انبساط. بس يا عيني ما بيلحقوش يفرحوا وبيدخل عليهم دولوفيس وبيصدم جدا دولوفيس لما يشوف الملك وبيقول له غل هندريكسون مات والدور دلوقتي عليك انتقام من الابويا اللي انتوا قتلتوه يا كفره. وبتحكي ليه مارجريت انها شافتهم يومها وراحت تقول لغل، بس الساحره الشريره بنت التيت حطت عليهم لعنه عشان يسمعوا كلامها لحد ما مريودس جه وانقذنا. وبيصدم دروفاس جدا وبينهار قدامهم وبيحكي لهم على كل اللي عمله واللي كان مخططه مع هندريكسون وبيعتذر جدا ليهم وبيقول لهم انا جاهز لاي عقاب عايزينه. وبنروح بقى لهندريكسون وبيكون لسه عايش وبياخد دراعه وبيروح على الساحره وبيقول لها بتعيطي ليه؟ هما اللي هيعيطوا دلوقتي، يلا بينا على القصر. وشكل الموضوع ما يطمنش. نرجع للملك وهو بيعزل دروفاس من منصبه وبعد كده بيقع على الارض من التعب، بيجري عليه بناته وبيكونوا خايفين جدا عليه، بس بتتدخل مارين وبتقول لهم ما تخافوش انا هعالجه. وبيكون ده اللي اتنبأ بيه الملك اصلا من الاول، الخنزير اللي على رقبتها. اول ما بتاخده وبتمشي القصر بينهار وكل واحد بيلحق المزه بتاعته بالعافيه، ودولوفاس بيكون كمان هرب. وبنشوف هندريكسون بعد ما بيكون رجع شباب وشكله اتغير جدا وبيعمل تعويذه قدامهم بتخلي كل اللي شرب من دم الشيطان يتحولوا شياطين في هيئه بشر، وبيبداوا يقاتلوا في كل اللي قابلوهم. وميرودس والباقي بيحسوا باللي حصل وبيقول لميرودس سلم اليزابيث من غير ما حد يتاذي احسن لك. وهنا كانج بيتدخل وبيهجم عليه بس هيلبران بيمنعه، وكانج بيستغرب جدا هو ازاي لسه عايش. بيعرفوا هندريكسون ان هو عمل تعويذه عليه وهي استعباد الموتى للمره التانية، وان كل مره بيعملها بيفقد جزء من ذاكرته ودلوقتي مستحيل يعرفك. وكانج بيفضل يعيط على صاحب عمره. وبعدها هندريكسون بيأمر هبرام ان هو يقتل كينج، وفعلا هبرام بيهجم على كينج وبيحاول غير ميرودس انهم يهجموا على هندريكسون، بس الساحره قذره بتاخد البنات رهينه وهوب بيغفلهم هندريكسون من ظهرهم وبيضربهم بالسيف وبيدمرهم خالص. وبعد كده بيجمع في ايده قوه شيطانيه عشان خاطر يقضي عليهم خالص، بس اليزابيث بتوقفه وبتقول له خلاص انا هاجي معاك بس ما تاذيهمش. وميرودس بيحاول يوقفها وتقول له كل مره بتحاول تحميني سيبني مره احميك، وبتقول له ما تنساش الوعد اللي قطعتهولي. وبياخدها هندريكسون قدام عينه ومش بيعرف حتى ينقذها، وبيحاول يستجمع قوته ويقوم ينقذها، بس بيلاقي بان في وشه وبيقول له يلا عشان خاطر نلحق اليزابيث. بس المفاجاه ان بان بيضربه وبيقطع له دراعه كمان، وبعدها ميرودس بيرد له الضربه
وبيعالج دراعه بهيئته الشيطانية. وبان هنا بيقول له: انا دايما كنت عايز اسالك السؤال دوت، بس كنت دايما خايف من الاجابه. هو انت فعلا شيطان زيهم؟ ميريدس مش بيرد عليه. بان بيقول له: سكوتك ده هو اللي بيأكد كلامي. بيقول له: مش هيفرق الكلام ده دلوقتي. بيتعصب جدا بينه وبيضربه وبيقول له: السلاح المقدس بيقول عليك انت شيطان، وان لو قتلتك هيرجعه ليا الاين. بيحاول ميريدس انه يضرب بان، بس بان بيصدها بكل سهوله. وبيزعق فيه هوك وبيقول له: لو عملت اي حاجه لميريدس مش هسامحك طول حياتي. بيقول له: انت مين اصلا عشان تفرق معايا؟ لو فتحت بقك هقتلك انت الاول. بيتصدم جدا هوك من كلامه وبيفضل يعيط وبيكون متأثر جدا. وبيقول له هوك: لو ما وقفتش انا اللي هقتلك. بيقول له: بان اقتلني بسرعه والنبي، انا بصارع نفسي ومش عارف اعمل ايه. جزء مني مش قادر يقتل اعز اصدقائي، والجزء التاني عايز يرجع حبيبتي ومش عارف اعمل ايه. مريودس بيقول له: لو قتلتني حبيبتك هترجع لك؟ بيقول له: ايوه. بيقول له: خلاص اقتلني. بنروح بقى لهندريكسون ودولوفاس بيكون عنده عشان يكفر عن ذنوبه ويحرر الأميرة. بيضحك هندريكسون وبيقول له: انت فاكر نفسك هتقدر تقتلني دلوقتي؟ بيقول له: ايوه طبعا اقدر. بيقول له: انت بتحلم. وبنرجع تاني لبان وهو بيتصدم وبيسأل ميريودس: انت فعلا هتسيبني اقتلك؟ قال له: ايوه. وبيروح يهجم عليه، بس ميريودس بيرد له الضربة وبيطيره بعيد عنه. وبيصطدم بان وبيقول له: مش انت قلت لي يا عم سيبني اقتلك؟ قال له: ايوه طبعا قلت لك، بس ما قلتلكش ان انا مش هدافع عن نفسي. وبعدها بيجهزوا عشان خاطر يتقتلوا، بس هوك بيتدخل وبيقول له: انت هتقتل اعز اصدقائك عشان مجرد صوت كلمك وقال لك؟ انت اكيد مش شايفه اعز اصدقائك. بيقول له بان: ده مريدس اعز اصدقائي، بس حب الايلاين كبير ودايما حاسس بالوحده من غيرها، وحاسس ان ناقصني حاجه. بيقول له هوك: هتعمل ايه لو قتلت ميريودس وايلاين ما رجعتش؟ هتبقى خسرت الطرفين ساعتها. بيتاثر جدا بان بكلامه، وهنا ميريودس بيتدخل وبيقول له: تعالى نعمل اتفاقيه تساعدني انقذ اليزابيث، وبعدها انا تحت امرك. بيوافق بان على القرار وبيروح ينقذوا اليزابيث. اخيرا فوت يا بان. نرجع لهندريكسون ودريفاس وبيحاول يهجم عليه، بس على مين يابا؟ ده بقى قوته في حتة تانية خالص. بيحاول اكتر من مرة وبيفوق من الهجوم منهم، بيلاقي اليزابيث اتصابت وبيحاول يوقف النزيف، بس بيجي هندريكسون بيقوله لازم اخدها دلوقتي قبل ما تموت. بيحاول دريفاس يخلص عليه، بس ولا حتى لمن تنادي. هندريكسون مش بيتحرك من مكانه اصلا، وفي لمح البصر بيكون مخلص عليه وموته. وللاسف اليزابيث بيكون نزفت دم كتير جدا، وبيجي ميريدس ويشوفها كده ويتجنن اكتر، وبيدخل في الحالة الشيطانية وبيقول له: يا ويلك يا سواد ليلك يا هندريكسون. وبياخد اليزابيث من قدامه في لمح البصر وبيقول لها: ما تخافيش، انا جيت عشان خاطر انقذك. وبيديها الهوك عشان خاطر يبعدها من هنا خالص. وبيقول له: بأسرع ما عندك يا هوك. ولسه هندريكسون بيحاول يهجم عليه، بيقطع دراعه وبينزل فيه ضرب فين يوجعك. وهندريكسون مش بيلحق يعمل حاجة. بيحاول يشغل ماريوتس ويبعت هجوم على هوك، بس ديانا بتلحقهم على اخر لحظة. وكينج بيوصل على المكان بعد ما بيخلص على صاحبه هيلبرام للمرة التالتة، وبيدي بوكس لهندريكسون بيدفنه في الارض. وبان بيلحق ميلودس قبل ما يقع، بيقول له: عد الجمايل بقى. وبيتجمع فريق الخطايا وباقي الفرسان عشان خاطر ينتقموا من هندريكسون بعد ما خلصوا على كل الشياطين في المدينه. وهندريكسون بيضحك وبيقول لهم: ايوه كده القتال هيكون ممتع اكتر. ولسه راح يهجم عليهم، ماريودس مش بيديله فرصه وبيهجم عليه وبيقطعه. ولسه بيفوق بيلاقي كينج كمان بيهجم عليه، وديانا كمان بتشارك معاهم. وماريودس بيرجع يضربه تاني وبيتحدف على بان وبياخده بالاحضان في الجبل، وراس بان بتدخل جوه الجبل. وهنا كانت الصدمه لبان. الوحش اللي قتل إيلاين موجود جوه الجبل، وهو اللي كان هندريكسون بيشرب من دمه. بان بيثور جدا وبيفضل يدغدغ في هندريكسون بكل غل لحد ما بيدمر الجبل خالص. وبيظهر الشيطان للجميع ومحدش بيبقى مصدق اللي شايفه. بيحكي هندريكسون ليهم ان هو لقاه من 20 سنه عند غابه الجنيات، واستخدمه في الابحاث لحد ما وصل للقوه المهوله اللي هو فيها. وبيبدا يهجم عليهم تاني، وميلودس بيتصد لضربته، بس بان مش بيتصد وبيهجم عليه وبيفضل يجري عليه بكل غل وبيضربه جامد جدا وبيقول له: انا اللي قتلته. من كتر الضرب بيوقع هندريكسون في حفره كبيره، وبينزل وراه كل الخطايا ما عدا ديانا. وبيدوروا على هندريكسون بيلاقوه جنب شيطان اكبر، وبيشكر بان جدا انه هو السبب في الاكتشاف اللي هو وصل له ده. وبيشكر بان جدا انه السبب في الاكتشاف اللي هو وصل له. بيبدا ياخد حقن الدم من الوحش وبيديها لنفسه، وشكله بيتحول خالص. بان بيهجم عليه بس جسمه كله بيتدمر، وخلاص محدش هيعرف يقف قدامه بعد ما بقى شيطان، وشكلها نهايه الخطايا. وبره بيكونوا الفرسان فرحانين جدا ومستنيين خروج الخطايا بعد ما يكونوا خلصوا على هندريكسون. بس المفاجاه ان الخطايا هم اللي بيتحدفوا عليهم، وبيظهر هندريكسون بشكل جديد. بيحاولوا يضربوه بس مش بيعرفوا. وبيجهز تعويذه شيطانيه لما بتلمس اي حد بيسود وبعد كده بيموت على طول. ويبدا الرعب يدخل في قلب الناس. بيحاول قائد زئير الجبل يهجم عليه هو وباقي فريقه،
وبقية الفرسان كمان معاه، بس ولا الهوا ولا حتى بيتخربش. بيحاول تاني كل الموجودين ويهجموا عليه، بس كان بيصدهم بكل سهولة. وبيجهز طاقة شيطانية تاني عشان خاطر يضربهم بيها، بس ميريودس بيجري على إيزابيث وبينقذها. وهندريكسون بيجهز واحدة كمان مخصوصة لميريودس. كلهم بيخافوا عليه وبيحاولوا يحذروه، بس عمنا هوك الجامد بيقف قدامها وبيحمي ميريودس بجسمه، وبيقول له خلي بالك من إليزابيث. وبيموت هوك وكل الموجودين بيتصدموا جدا وبيفضلوا يعيطوا على هوك. ولسه هندريكسون بيجهز واحدة كمان بيظهر نور قوي جدا من السماء ومحدش عارف مصدره ايه، بس مرجان بتبقى عارفة ايه المصدر. ايوه هو ده قوة إليزابيث الحقيقية، ظهرت قبل كده لما الملك اتصاب وهو بينقذها، ولما اختها برضه اتصابت وهي بتلحقها عند النهر. هي دي قوة إليزابيث الحقيقية، قوة علاجية جبارة قادرة تشفي أي حد. حتى أختها فيرونيكا طلعت عايشة وما ماتتش برضه بسببها. والإليزابيث بتنور وبتسأل هندريكسون انت بتعمل كده ليه؟ بيرد عليها الشيطان اللي جواه وبيقول لها عشان انتقم من اللي ختمنا قبل كده واكسر الختم ونطلع من تاني. وبيبدأ يجمع طاقته من تاني عشان خاطر يهجم عليها، بس الإليزابيث بتتعصب جدا ونورها بيزيد وبتحمي كل الموجودين وبتشفي كل جروح. وهندريكسون مش بيقدر يقف قدام نورها وبيبدأ جسمه يتأثر. وسحر إليزابيث مش بيشفي الموجودين بس، لا ده المملكة كلها اتشافت من قوتها، كل ده وهي ما تعرفش ان هي السبب. وبعد كده بتنهار وبتقع. ميريودس بيجري عليها وبيديها لاختها وبيقول لها خلي بالك منها وسيب الباقي علينا. بيبداوا كل خطية تشجع وبيفضلوا يضربوا في هندريكسون فين يوجعك، بس هندريكسون بيشفي نفسه على طول بكل سهولة. ميريودس بيقول لغوثر يعرف باقي الخطايا الخطة، وفعلا بيعرفهم، بس ديانا بيكون خايفة جدا على القائد وهو بيطمنها. وبيلغي ميريودس الحماية اللي على جسمه وبيجري عليه عشان خاطر يضربه. وغيل بيكون متردد جدا ان هو ينفذ الخطة ويضربهم هما كمان، وبعدها بيتحمس وبيضربهم هما الاتنين بالبرق. وباقي الخطايا بيضربوهم برضو، وهندريكسون بيضرب ميريودس، وديانا كمان بتضربه وهي خايفة جدا عليه بتقول له انا اسفة. واخر واحد بان بيضربه وبيقول له هندريكسون ايه الهبل ده يا عم، هو المفروض يضربوني انا ولا يضربك انت؟ هندريكسون بيقول لهم انتوا مجانين ولا ايه؟ بيقول له ميريودس انت اللي عبيط. وهوب دبل كيك، قوة رهيبة بتخرج من ميريودس بسبب ان جسمه اتشحن بكل الضربات اللي اتعرض ليها، وهيرجعها كلها لهندريكسون مرة واحدة. وهندريكسون بيخاف جدا وبيطلع يجري، بس غريمور بيحبسه، بس هو بيقدر يكسر الحاجز وبيطلع منه يجري. بس على مين يابا؟ ميريودس بيهجم عليه بكل قوته ويديله ضربة بتخفيه خالص من الوجود، وبيقع بعدها على الأرض من التعب. بتجري عليه إليزابيث، وبيجي بعدها الملك هو ومارلين بعد ما عالجته، بس فرحتهم بالانتصار والشفاء الملك مش بتكمل بسبب زعلهم على هوك. وبان بيبقى أكتر واحد زعلان عليه جدا لأنه زعله قبل ما يموت. وميريودس بيقول له هوك انت السبب في الانتصار اللي حصل ده، راجع ليك انت، ارجع بقى وانا هضاعف ليك وجبتك 3 اضعاف اللي كنت بتاخدها. بيرد عليه هوك وبيقول له انا موافق في وسط صدمه للجميع. وبيظهر هوك بس بيكون صغير جدا جدا، وبان اكتر واحد كان فرحان بيه. وبتروح اليزابيث تتعالج ماريودس، وبعدها بتدخل عليهم فيرونيكا وبتفرح جدا اليزابيث ان اختها لسه عايشه. وبعد المعركه بتحكي مارلين للقائد ان سيفه والتابوت في طائر سرقهم وما تعرفش راح بيهم فين. وبالليل بيحتفلوا بالانتصار واخر دلع وروقان اخيرا بعد فتره صعبه جدا مرت عليهم. وتاني يوم بتتجمع العيله اخيرا بعد فتره طويله، وبيعرفوا الملك ان الخطايا ماشيين من المدينه رايحين يبنوا مدينه ليهم لوحدهم. بس اليزابيث بتزعل جدا وبتقول لهم انا لازم اودعهم، بس الملك بيقول لها انهم مشوا خلاص. بس تفتكر ميريودس هيقدر يمشي من غير ما يودع اليزابيث؟ اكيد طبعا لا. ومره واحده بتقتحم الحانه الام القلعه، وبينزل ميريودس عند الشباك وبيقول لها احنا اتفقنا ان احنا نجمع كل الخطايا مع بعض وفاضل لسه واحد واهم واحد. بتفرح جدا اليزابيث وبتنط عليه تحضنه وبتطلع تحتفل معاهم، وبيمشي يكملوا بقيه الرحله مع بعض. وبكده يكون الجزء الاول خلص. لو عايزين الخص لكم الجزء التاني اكتبوا ليه في التعليقات. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.